طيب يا جماعة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة مع أحلى وأكبر السلام. بالمحبة بنتجلى وبنعطي من طيب الأوزان. خلونا نصلي على النبي. مرحبا بكم كثير والله الأصدقاء والمتابعين في كل مكان. إن شاء الله أنتم كويسين، وإن شاء الله إشارة البث واصلة لكم الآن آذانا ببداية هذه الحلقة ولا هذه المحاضرة ولا نسميها من تسميات. مرحبا بكم كثير. يا ريت اللي يشاهدنا الآن يعمل تحت أو يكتب تحت إنه واضح الصوت بالنسبة له. أنا لاحظت إنه أحيانا الزول بيكون شغال فجأة الصوت بيبقى براه والصورة بتبقى براه، يعني الصوت بيصل قبل الصورة أو العكس في كده، شايف في اللايفات. المهم مرحبا بكم. معتصم خليفة ود القضارف يا جميل، حبابك ألف والله. بالمحبة فعلا بنتجلى وبنعطي من طيب الأوزان. في ناس سألوني ود الضي شنو يعني تحية طيبة مع أحلى وأكبر السلام. أنا والله يا جماعة السلام ده أنا بديكم أكبره. الليلة أنت بتكون مثلا راكب لك في حافلة بتسلم على زول السلام عليكم كيف أخبارك، لأنه الزمن، ولا راكب لك عربية. أي لما نقول لك أكبر السلام أهلا يا الحبيب أخبارك، الناس تتقالت وتسلم لبعض. فدي لو دلت إنما تدل على الشوق الكبير ليكم. سناء محمد أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نصر الدين يعقوب بيقول الصوت واضح. يلا طيب، طالما إنه الصوت واضح يلا على طول يا جماعة. نبدأ في عنوان البث، الهجوم المتواصل. يلا ناس القنوات او الصفحات اللي بتقطع الكلام وكده، يا ريت يلا من هنا المقدمه دي للاصحاب. اريج اهلا وسهلا ومرحبا بك. عمر مرحبا بك. محمد علي ادريس مرحبا بك. يا فرح احمديه يا حبيبنا يا جميل يا اخي، حبابك الف والله، حبابك الف. طيب ادريس، معتصم، يوسف، خالد، كل يا اخي حبابكم الف. كان لابد من انه اديكم الصوت. طيب من هنا ده نحن نبدا يا اخوانا. قبل بدايه المعركه دي، يعني قبل ما يكون في حاجة اسمها يوم 15 إبريل، اليوم ده تحديدا في رمضان، قبل ما يكون في اليوم ده وقبل ما تكون في أي معركة في السودان، لو كان في زول قال لك يا الحبيب أنت حتطلع من بيتكم وما حترجع بيتكم بسهولة إلا باتفاق، ولا لو كان زول قال لك يا صديقي الفاضل الوضع الهسي أنت فيه ده حيكون بعد الحرب او حتكون في حرب مثلا، يعني الزول اللي كان غايب عن الموضوع ده كان حتصدق، ربما اجاباتك كلها تبقى في انه لا والله لا والله لا والله لا والله. التلفون ده الهسي انت قاعد تشاهدني فيه ده في اللحظه دي ونحن كلنا موجودين في البث المباشر ده، قبل 30 سنه 40 سنه 50 سنه لو قال لك زول حيجي ويعمل تلفون وانت في تلفونك تشوف العالم ده كله كده، حتقول ما اعتقد، ما اظن، ما كده ما كده. طيب ده مدخل لموضوع انه الليله كان في قصف عنيف جدا 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 بالصواريخ، وبصواريخ دخلت الخدمه في ال 48 ساعه اللي فاتت، استخدمها الدعم السريع ضد الجيش في المنطقه بتاعت وادي سيدنا. وفي هذا التوقيت بالذات اللي انا بتكلم فيه، المهندسين مضروبه ضرب ما انزل الله به من سلطان. لكن ضربه المهندسين هي بنوعين، قاعدة تتضرب بالصواريخ الجديدة اللي ذكرتها دي. حتى كل الناس وكل الملاحظين وكل المراقبين وكل المحللين والجيران والناس الساكنين حول المنطقة أكدوا إنه النوع ده تحديدا من الصواريخ استخدموه من أمس الليلة لأول مرة. طيب لو كان في زول قبل بداية المعركة دي قال لك الدعم السريع ده ممكن يكون عنده نوعية الأسلحة دي، وممكن ارمي طيارة، وممكن اعمل 1 و2 و3، كان موقفك حيكون شنو؟ أكيد ردة فعلك، لأنه أنت مشبع بمعلومات هي ما صحيحة في البداية، هتقول والله نبيل لهم بل. يا أخي خليك مننا نحن المساكين ديل في إنه كيف نقدر نغير. يا أخي حتى الضباط والكيزان ديل من أكبر زول لأصغر زول، والجيش ذاته قاعد يقول أنا حأحسم المعركة دي في 4 ساعات. يبقى القاعد يحصل الآن ده شكل بتاع مفاجآت. وادي سيدنا الليلة اتدكت بأكثر من 100 صاروخ نوعي، وما في زول يجي يقول لك الكلام ده كذب ولا الكلام ده كده. عندك مرجعيه بتاعت ناس هم موجودين هناك طوالي تسال الناس زي بشكل مباشر. نوعي اتدقت الليله وادي سيدنا، والاشتباكات زي ما قلت لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي اشتباك مباشر اتدقت، وبعد ما اتدقت بالصواريخ النوعيه دي ايضا المهندسين الان في اشتباك مباشر. ربما يعني ربنا بس الليله دي يمشيها على خير ويعديها على خير. هناك في القياده الاشتباكات ما وقفت على الاطلاق، ويمكن كان في فيديو
قبل شويه منتشر لو لاحظتوه يعني على السوشيال ميديا. الفيديو ده جايبين لك ناس الدعم السريع داخل محل البرهان، داخل المحل اللي كان بيجتمع فيه البرهان، حتى جابوا ازازه بتاعت ويسكي وجابوا شنو يعني في الفيديو لو راجعتوه بيتكلموا يعني عن انه كان البرهان ده قاعد هنا و. طيب انا داير اسوقك لشنو؟ من خلال المعلومات اللي انا هسي قلتها ليك دي، انا داير اسوقك لانه ما تحطم جيشك، ما تحطم جيشك بنفسك يا صديقي الفاضل. ما تنجر لاهواء الكيزان والكلام الدايرينه الكيزان والحاجه الدايرينها الكيزان. الكيزان بيدينهم وبرجلينهم شغالين عشان يفتفتوا القوات المسلحه، عشان يبدلوا الجيش بتاع السودان يبدلوه بجيش البراء. دايرين كتايب الاسلاميين الاولى والجهاديين والاخوان المسلمين، دايرين يحاولوا انه من خلال ده كان التخطيط بتاعهم، انه يهزموا الدعم السريع تماما، وبالتالي هزموا الكتله المدنيه ورجعوا الكتله بتاعت الشياطين الزمان، ناس المؤتمر الوطني الزمان. فهم من خلال الحاجات اللي قاعدين يعملوا فيها دي دايرين يفكفكوا الجيش السوداني. طيب انت هسي قد يكون تقول لي يا مصعب الداير يفكفك الجيش حقيقه هو الدعم السريع وداير يجي محله. بقول لك دي تغذيه غزوك ليها الكيزان. الناس اللي قاعدين معاك لا سالوك لا هبشوك لا عملوا لك حاجه على الاطلاق. الحاصل انه زي ما قلنا ويتكلمنا كثير جدا جدا انه الكيزان ده يفتعلوا الحرب، هم اللي قاموا عملوا كده. ولاي حرب في الدنيا رياكشن، لاي حرب في الدنيا. يعني الحرب دي لما حصلت الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه والحرب العالميه الثالثه دي، هسه خلاص انا بفتكر انه يعني نحن بعد ده داخلين على الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثامنه، يعني خلاص ثاني ما في حاجه. طيب في كل الحروب دي لابد من انه يحصل القاعد يحصل ده. في الحروب بيحصل نهب، بيحصل شنو. طبعا المساله بتاعت انه في اغتصاب انا دي حقيقه قاعد اتكلم عنها طوالي. اللي بيعرف زوله واحده اغتصبوها بالنيم يجي يقول انا بعرف فلان الفلانيه. ده خطاب ساقوه الكيزان. النهب نعم، السلب نعم، سرقة بيتك نعم، عربيتك اللي اتسرقت نعم، ما في اي شك في كده. بس الاغتصاب هي كانت وسيله استخدمتها الحركه الاسلاميه لانه كان عندهم زول زي ما قال الدكتور القراي، عندهم زول الوظيفه الاساسيه بتاعته هو مغتصب. كده عشان استمر وامشي في الموضوع ده، شيل يدك يا ود الزين. الليله وين يا اخ متاخر كده؟ عمر خليفه مرحبا بكم كلكم. شيل يدك واضغط على القلب، شيل يدك واضغط على القلب في اللحظه دي، اضغط على القلب. الناس اللي بيلقوا اللايف بتاعي ده في صفحه ثانيه، الصفحه اللي قاعده تبث بشكل مباشر هي صفحتي انا مصعب الضي بشاره في الفيسبوك، مصعب الضي بشاره الحساب الشخصي، الناس ترجع له. يبقى دايرين يقوموا يفكفكوا القوات المسلحه دي كيف؟ بانه يقوم الجيش والاسلاميين يضربوا ضربه واحده قويه ومحكمه، يشيلوا الدعم السريع برا. وهنا الجيش انا ذكرت نقطه مهمه جدا، لكن اللايف اللي انا ذكرته كان الكلام فيه كثير، ففي ناس كتار طلبوا مني اعاده النقطه دي. انه الاسلاميين ذاتهم، عشان نجي لحته التفكيك دي، الاسلاميين ذاتهم قاعدين كيف داخل القوات المسلحه. انا لما اقول مفاصل اعني تماما ما اقول. يعني لما انا اقول لك مثلا هنا بتلقى دي اليد كده، المثل اللي قاعد اضربه كثير جدا جدا عشان رساله تدق عليه. شوف المفاصل دي بكون مثلا هو عميد، العميد ده بكون غايد، مثلا غايد بتاع كتيبه، عميد او عقيد كويس، او العميد بيكون غايد بتاع كتيبه، الفريق بيكون غايد فرقه كده. يلا الناس ديل بيكون مثلا الزول هو عميد بيدور كتيبه كامله، يعني كتيبه كامله من جيشنا السوداني، كتيبه كامله من جيشنا السوداني بتنفذ التعليمات اللي بتجيه من العقيد ده، من العميد ده. يلا العميد ده هو بكون حركه اسلاميه، يعني العميد ده بيتلقى تعليماته من علي كرتي، بيكون قفل التلفون كان قاعد يتكلم مع علي كرتي، نحن دايرين نعمل ضربه عسكريه، نحن دايرين نعمل كده، يقول له خلاص حاضر يا سعادتك ما في مشكله ان شاء الله يا الشيخ، نحن ما عندنا اي مشكله. بيقفل الخط، بيدور الكتيبه دي بيمشي بيها، بنفذ بيها المهمه اللي بتحقق رغبات وتطلعات علي كرتي. عشان كده لما انا اقول لك المفاصل انا ما قاعد اقولها عن يعني كلام ساكت، انا بتكلم عن المفاصل دي لانه دي اللي بتحرك الجيش. انت بتجي مندفع من هناك، انا مع جيش وطني، انا ذاتي مع جيش وطني وكلنا مع جيش وطننا، لكن الجيش مخترق. النقطة دي إذا ما وقعت لنا بشكل جيد ما حتساعدنا
في شكل تفكيك القوات المسلحة والعاملة عليه اللي هي يعني العاملة عليه الحركة الكيزانية أو الشيطانية. طيب نحن لو مشينا للرأي بتاع انه لا هو الدعم السريع اللي قاعد يعمل في الحاجات دي. طيب الدعم السريع ده انا ممكن اوقفه كيف؟ انا شاعر انه الدعم السريع ده مثلا هو داير يفكك الجيش، اعمل شنو؟ امشي اتفاقية جدة، صح ولا لا؟ طيب الدعم السريع قالوا له تمشي اتفاقية جدة، قال شنو؟ قال انا ماشي اتفاقية جدة. يبقى هل هو عنده نية بتاع التفكيك للقوات المسلحة؟ مع مشيتهم وتوقيعهم لاتفاقية جدة بتنتهي. طيب الحركة الإسلامية وكتيبة البراء، كتيبة البراء ابن مالك ما دايرة تمشي اتفاق جدة. ليش شنو؟ عشان تتمكن، هي طبعا بتفتكر انه تتمكن من انه ترجع للسلطة، وبعد ذاك تاني قلت لك البوتوا الآلة العسكرية وبيجوا هم بيحكموك بالطريقة اللي هم دايرينها. طيب في سؤال سمح، الصوت يا اخوانا فيه مشكلة؟ الصوت فيه مشكلة؟ ولا ده زول دار يضيعنا من الله يبساي؟ الصوت بيقطع، والله لو بيقطع انا ما عارف، لكن طيب كده الصوت واضح؟ اتمنى انه يكون كده الصوت واضح. شباب واضح انه في اشكاليه في اللايف، طيب واحد اسمه ابو عصام، لحد ما الصوت ده يصلح عندكم، واحد اسمه ابو عصام بيقول لي اخر الزمن انت عايز تفكفك مؤسسه الدوله ليها 100 سنه. طيب يا الحبيب، البيت ده لو نحن بانينه، بيتنا السوداني ده نحن كلنا بانينه تمام، بمرور الزمن بيجي والمطر، البيت ده لو مبني من طين بيجي والمطر بيجي وشنو ممكن يتهدى فوق راسنا نحن كلنا. ما في مشكله في واحد من اولاد البيت لو قال لك يا اخي تعال البيت ده بدل ما يمشي بالحاله دي ويقع يكسر الناس كلهم ويقتل الناس زي كلهم، ارح يا جماعه نحن نصبر نفكفك الحاجات الممكن تقع دي ونجيبها ونركب عيدان البيت، نبدل العيدان دي باعمده ونعملها مؤسسه ظابطه وتاني ما بتقع، ونعمل بيت كويس وما يوقعنا ما يقع بفوق لراسنا. طيب ده انا قاعد اقوله لك، انت اللي بتتكلم عنها المؤسسه العسكريه دي، ان كان انا هسه قاعد اتكلم عن الجيش تحديدا، لكن اذا قلنا انه المؤسسه العسكريه دي يا اخي بنيت على اشياء خطا في ال 30 سنه الماضيه، ونحن بذات المستوى قاعدين ندعمها في الغلط اللي هي عملته. طيب الغلط اللي عملوه الكيزان داخل المؤسسه العسكريه الناس ما قادره تفهمه، ما في زول قادر يستوعب ليك انه الزول اللواء اللي بيكون لواء ده هو اللي بيحرك ليك الجنود اللي هم كيزان، بيحركهم عشان يرضي الاسلاميين. النقطه دي لو اي مواطن عندنا عرف انه تحريك الجيش، تعالين امشي واقفلوا الباب انا شغال لايف تاني ما في زول يجي. طيب لو اي زول فينا عرف يا اخي انه الجيش ده قاعدين يديروه الكيزان، هم بيقول لك الغاده بتاعين الجيش كيزان، هم في كلامهم الغاده بتاعين الجيش كيزان. طيب انا ما بتكلم ليك عن غاده في الجيش هم كيزان، مثلا زي برهان ما بيهمني هو كوز ولا ما كوز، ديل ممكن يمشوا. انا بتكلم عن المفاصل دي لانه زي ما قلت اللواء فيهم بيحرك لواء كامل. انت عارف اللواء ده فيه كم فرد؟ فيه اكثر من 1200 فرد، ديل كلهم بيحركهم كوز، يكون هو لواء بيكون كوز يتلقى تعليماته، ذكرتها هسه وقال الصوت فيه مشكله. اللواء ده يتلقى تعليماته بيقفل الخط، قلت لك من علي كرتي كان بيتونس معاه، بيتكلم مع علي كرتي بيقول له خلاص انا حنفذ لك اللي انت دايره، يلا اللواء ده بيجي بيسوق لك الجيش ده، انت صاحبي بتدافع بقلب صافي، بتدافع للجيش المسكين العادي، العساكر الناس الطيبين اللي ما عندهم مشكله، ديل انت بتدافع عنهم وانت صادق والعساكر صادقين. لكن اللواء اللي قاعد يسوق لك الجيش ده هو اللي بيتلقى تعليماته من علي كرتي، ما بيتلقى تعليماته من داخل المؤسسه العسكريه، ما بيتلقى تعليماته من غادته الاكبر في الجيش. لما يكون غادته الاكبر في الجيش بيكونوا غادته الاكبر في الجيش هم الحركه الاسلاميه. ليه؟ اعيد 100 سنه زي الاستاذ لما النقطه دي تقع علينا نمشي، لانه قلت لك الاسلاميين ديل مما جو سنه 89 ما بيقبلوك تكون ضابط في القوات المسلحه الا يكون ولاءك للحركه الاسلاميه وانت حالف قسم على كده. بتمشي هناك شارع ال60، الكلام ده قاعد تسمعه مني صح؟ ما قاعد تسمعه من زول تاني، الناس بتتكلم كلام عام، انا قاعد اركز في بنشن على المفاصل دي لانه بفتكر انه من هنا ده يجب انه الشعب يوعى من النقطه دي، بعد ذاك نتدرج للمرحله اللي بعديها. فاللواء ده اللواء الجبيل خش سنه، يعني هو لما خش تخرج ملازم سنه 92، خش 89 وتخرج 92 او 91، زمان الكليه الحربيه سنتين، بعد ذاك زادوه بقت 3 سنوات. يلا ده اللواء ده الليله بكون مثلا هو غاية حطاب مثلا،
يعني اللواء ده بيكون الليله وصل مرحله انه يكون غايب لمنطقه حطاب العسكريه، بيكون في تجميع بتاع قوات مسلحه بيجوا بيتلاقوا في حطاب. اللواء ده بسوق المتحرك ده وبيدخل به الخرطوم بتعليمات مباشره من علي كرتي، بتعليمات مباشره من علي كرتي. يعني الناس ديل استغلوا حته انه الجيش ده ما في زول بيسالهم وكلهم هم احباب بالنسبه لهم وهم ناس بالنسبه لهم شنو شنو شنو، فبيجوا ياكلوا ويشربوا في الجيش ده، في الجيش ده. وقلنا اتكلمنا عن انه المؤسسات الكيزانيه يا جماعه، اي زول في اللحظه دي بالذات، اي زول بيؤمن بشكل المحاربه الاساسيه اللي من افترض تكون من الشعب السوداني والوعي اللي يحصل، المفروض كلنا نوعى ضد الكيزان. اعمل لي مشاركه في صفحتك، بس اعمل لي مشاركه في صفحتك او في جروبين للكلام ده. الكلام ده يجب انه يصل لكل الناس، الكلام ده يجب انه يصل لكل الناس، كل الشعب السوداني عليه انه يتعرف. ليه انا ذكرت الكلام الكثير ده زي ما ذكرت قبل شويه، يعني عدته ليه وقاعد اقوله كده وهنا؟ لانه يا جماعه الخير، او النقطه بتاعت انه الليله في غصف، تكلمت عن انه في غصف وفي صواريخ لم تستخدم يعني لحد قبل يومين ما كانت مستخدمه، الليله استخدموها في المنطقه بتاعت وادي سيدنا، واوقعت عدد ضخم جدا جدا من ابناء القوات المسلحه يتوفوا، يستشهدوا في الغصف اللي حصل ده. في القياده العامه كل يومين ثلاثه ددب يوميا ددب. الان في اللحظه دي في اشتباكات في المهندسين. طيب ديل محاصرين، في زول قاعد يضرب في البنيه بتاعت الجيش التحتيه اكثر مما هي فيه، يعني اكثر مما انه في اشكاليه. يعني انت في البير ويقع من فوق عليك فيل، داخل البير ويقع من فوق عليك فيل. طيب ده منو قاعد يعمل كده؟ ده منو ده كان بيده بامكانه انه يقول يا اخي وحداتنا العسكريه دي ما تتدمر ونعيد صياغه الجيش وندمج القوات دي مع بعض ونمشي جده ونوقع؟ ده منو ده المانع الاتفاق بتاع جده؟ ده منو ده المانع الاتفاق بتاع جده؟ يعني انت الليله بقول لك 1000 مره ما عندك قوه، دي حدود امكانيات الجيش، وانتوا يا كيزان فزيتوا زمان قادلنا صبيان فزيتوا السونكي ركب في بيته، دي كلها اغاني بتاع الجيش شلتوها انتوا، خربتوها، طنبجتوا السودان وطنبجتوا القوات المسلحه وطنبجتوا اي حاجه، وهسه جارين زي الجرزان ما قاعدين ولا فالحين الا للشتم، ما قاعدين وما فالحين الا للكلام الكثير. بيقول لكم في استنفار انزلوا قاتلوا، انزلوا اصبروا صابروا، انزلوا مع الرجال. واحد فيكم بيطلع زي الرجال بيجي ما في، واحد فيكم زي الرجال كده. دي للكيزان الاسسوا الحرب دي والقوموا الحرب دي. واحد فيهم زي الرجال بيمشي هناك ما في الا يقاتلوا ليه الناس، هم بيقاتلوا من وراء الجدار او من بعد مكان او خلف المحيطات، يستطيعوا انهم هنا يقاتلوا ويستطيعوا انهم شنو بالكلام ساي بل بالكلام ساي بل ما عارف شنو، ده كله كلام ساكت. على ارض الواقع ما عندهم حاجه. الليله انتوا لو عندكم حاجه، عبد الرحيم دقلو ده قاعد يمشي نيروبي، الليله من نيروبي الليله قاعد في دارفور، وبكره بيجيك في الخرطوم، وبعد بكره بيجيك في الخرطوم، وبيرجع تاني بيمشي. تيجي تتكلم لي عن انه انت مسيطر؟ طيب طالما انه انت وصلت للمرحله دي، لو عندك دين ولا عندك ذمه ولا عندك اخلاق ولا عندك ضمير، طالما انه انت وصلت للمرحله دي ووصلت معاها جيشنا السوداني، امشي للتفاوض. لو عندك اخلاق، لو عندك مبادئ، لو عندك قيم، امشي للاتفاق بتاع جده اللي ممكن يوقف الحرب دي. انا داير اي زول من الشباب الوطنيين فقط، الكيزان لا، ما داير منكم اي شيء. الناس الشباب اكتب نعم للسلام. اي زول فينا كده فرض عين علينا كده كويس، غيظه كده في الكيزان، اكتب الان نعم للسلام. اي زول يكتب فينا 10 نعم للسلام، ده ردنا للكيزان. هم بيستخدموا اساليبهم وهم ناس ما عندهم اخلاق، نحن نرد لهم بالكلمه الجميله اللي هي نعم للسلام. ابو عمر والسيد وحسن وكل الشباب اللي قاعدين تكتبوا نعم للسلام. ود بحر حبابكم الف، عبد الرحمن نور الدين السعوديه يا اخي حبابك والله، ود الزين حبابك نعم للسلام، ابراهيم. شوفوا عدد الناس اللي بيكتبوا نعم للسلام ديل، الناس اللي بتكتب نعم للسلام شوفوا اعدادهم عامله كيف. ليشنو انتوا تمشوا تفاوضوا في جده؟ بيمشوا طبعا الجماعه ديل الكيزان ديل بيتلقوا تعليماتهم من علي كرتي، بيمشوا يفاوضوا في جده وبيقولوا ده الشعب السوداني داير الحرب. والله العظيم
الان هم قاعدين يمشوا اتفاقيه جده في التفاوض بتاع جده، بيقولوا الشعب السوداني داير حرب. عديل قاعدين يتكلموا باسمكم انتوا، وانتوا نزحتوا هم ما نزحوا. انتوا نزحتوا هم ما نزحوا. الليله انت عينك طلعت وعينه ما طلعت. قروش السودان اكلوها، الان قاعدين بيها في ماليزيا، وقاعدين بيها في تركيا، وقاعدين بيها في امريكا، وقاعدين بيها في مصر. وطبعا المخابرات المصريه سامحه لهم بكده. يعني هم بيقول لك الدول الثانيه بتسمح للناس يتكلموا، انت ذاتك المخابرات المصريه سامحه لك بكده. والدليل على كده يعني جوش ده المفروض يكون الان مطالب للمحكمه الجنائيه او مطالب للشعب السوداني. بكره ممكن نقوم الحمله بتاعت الناس اللي عذبهم تطلع طوالي، تطلع للناس نريد ان نفهم يعني الناس اللي عذبهم، الناس الازام، الناس الشنو، اغتيالاته للناس، حاجاته للناس، كلها ممكن تطلع. فكويس شوف يلا كميه الناس التحت قاعدين يكتبوا لك نعم للسلام. يا اخي ما اي زول زيك يا كوز. الكوز يفتكر انه قدر يلعب على عقليه الشعب السوداني، يفتكر انه قدر يسيطر على عقليه الشعب السوداني من خلال الاكاذيب اللي هو بيقولها لكم. يعني الاكاذيب اللي هو بيقولها دي خلاص كذب 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 لما هو ذاته صدق الكذبه. يعني هو من البدايه من ثالث يوم الكوز عارف انه يا جماعه الصوت اللي بيقطع ده شنو؟ انا ما عارف، الشباب بيكتبوا الصوت بيقطع كده. عبد الرحمن ود الزين اكدوا لي القانم، مرحبا بك يا اخي كثير والله، اكدوا لي الصوت ده قاعد يقطع كويس من خلال التغذيه الكبيره بالنسبه لك. ده غسيل بتاع الدماغ، ده غسيل بتاع الدماغ، غسلوا لك دماغك ده عديل كده، غسلوا للشعب السوداني ده دماغه. غسلوه سنه 89 لما جو كانوا بيقتلوا الناس اللي هم المختلفين معاهم خصومهم السياسيين، كانوا بيقتلوهم وبيقولوا للشعب السوداني ديل شيوعيين كفار، قول له ديل ما عندهم دين، بيجوا في الفتره ديك بس خلاص الشيوعي وينه اقتلوه. جو هسه بنفس الفهم مختلفين سياسيا مع الدعم السريع لانه يقف مع الاطاري. لا ديل لانهم هم الناس سووا كده. وقلت لك هي دي حرب، يعني دي ما سياسه يعني عاديه كده مثلا الناس يشاكلوا في حاجه، دي حرب بتحصل فيها حاجات، لكن قاعدين يستقلوا شكل الحاجات اللي قاعده تحصل وبضخموها بجوا بشكل كبير جدا جدا. يعني اخطاء، انا شخصيا لو سئلت في اي يوم من الايام انه يا مصعب الاخطاء شنو اللي ارتكبها الدعم السريع، انا بقول والله بكل صراحه امام الله، وانا فاصل بالمناسبه لانه انا موجود وشايف على الارض وعارف كل حاجه طوال الخمس شهور الاولى دي، بتديني داتا كويسه جدا جدا اقدر اتكلم بها. يا اخواننا في حاجه اسمها الدعم السريع كقوات دعم سريع، قوات الدعم السريع. هذه القوات اللي اسمها الدعم السريع كدعم سريع دي براها عربات قتاليه، وما قاعدين يطلعوا يسوقوا عربيه بتاعت زول وما قاعدين يسووا. وفي ناس تانيين اسمهم المستنفرين. يلا المستنفرين ديل لما شعروا انه هنا في حرب قاموا جو الخرطوم باعداد كبيره وكبيره جدا جدا. ديل اللي الان بتشوفهم سايقين العربات الموجوده عشان يقضوا بها مشاويرهم، عشان يعملوا بها شنو؟ ديل اللي ممكن يقعدوا في بيتك في الظل بتاع شجرتك ولا كده. في حاجه لابد من انه نحن نميزها زي ما قلت، اللي هم المستنفرين وقوات الدعم السريع. اللي بيركبوا يعني هسه مستنفر ما بتلقاه راكب له تاتشر فيها دوشكا، ممكن تلقاه راكب عربيه ملكيه ولا موتر ولا كده ولا كده ولا كده. يلا التاتشيرات دي العربات القتاليه دي ونوعيه اسلحه معينه بشيلوها دي العساكر الدعم السريع. يعني الدعم السريع ده قبل ما يكون في مستنفرين كان معانا في كافوري، واسالوا اولاد كافوري اولاد بحري الخرطوم ومدرمان، اسالوا المناطق دي كلها، لكن عن تجربه شخصيه كانوا معانا في كافوري. الايام الشهر الاول انا مركت من كافوري زي ما ذكرتها بعد 40 يوم من الحرب، مشيت المنطقه بتاعت الحاج يوسف، يا تميت 5 شهور في الحرب دي وجيت طلعت برا السودان. يلا كانوا قاعدين معانا الشهر الاول او ال 40 يوم الاولى كلها في كافوري، لا في بيت اتسرق، كانوا موجودين في كل مكان بارتكازاتهم بقواتهم القتاليه بكده. دي حقيقه امام الله. الداير يرضى ما داير يرضى اسال الناس اللي كانوا قاعدين. ما ممكن انت كمان تبقى جراي اول زول جريت وداير تجي تكذب الناس، او انت برا اساسا وداير تجي تكذب الناس. اول 40 يوم في الحرب دي ما كانت في حاجه على بيوت الناس على الاطلاق، ما كانت في شيء ولا كده، بالعكس كانوا واقفين بعرباتهم بكده. اقسم بالله العظيم مره انا واحد من الناس على المستوى الشخصي جيت العربيه بتاعتي طبعا كان ما في بنزين، ولما تلقى لك بنزين جالون واحد كده تجاسفه من زول ولا حاجه يكون غالي جدا جدا. فمره ماشي انقل المويه بالعربيه من حته جنب المزارع بتاعت كافوري دي، فالعربيه بعد ذاك بطلت لي وما لاقي بنزين وجيت دافره كده ومليانه مويه والله العظيم عربيه قتاليه وقفت
مشكلتك شنو يا زول؟ انا لما قلت الليله هسه خلاص دي معناها استخبارات الدعم في جو، مشكلتك شنو؟ قلت لهم والله قاطع بنزين، وحياة الله ادوني باقه بتاعت بنزين كامله، وكده ذاك البنزين عندهم كان متوفر، ادوني باقه بتاعت بنزين كامله، شكرتهم والله الحمد لله رب العالمين. عندي خريطيش كده اديتها العربيه وتحركت مشيت. فالقوى القتاليه اللي جات في بدايه المعارك واللي كانوا زيهم كامل، يعني ما بيلبسوا ليك ملكي ولا كان في كدمول الوقت ده، كانت قوه مشتركه، يعني مش مشتركه بسموها شنو، المهم هي بس قتاليه. فالقوه دي لا سرقت من زول لا نهبت من زول لا كان عندهم علاقه بزول، ولاي زول انه يرجع لناس اللي كانوا في المناطق بتاعت بحري تحديدا، منطقه كافوري والمناطق اللي دخلوها في الفتره دي. طيب زي ما قلت انه المستنفرين ديل يعني في اخطاء في المستنفرين وفي شنو، قاموا جابوا لهم اللجنه بتاعت فضيل، طيب عشان الحاجات دي كلها تتعوض، انا زي ما قلت دي حرب، والحرب حقيقه يعني ما حيمدوا لك فيها ورده، دي حاجه كويسه يعني اعرفها، انت ما حيمدوا لك فيها ورده، لكن طالما انه في حل في اتفاقيه جده يبقى اكتب نعم للسلام. يا اخوي لو تابعت الكيزان ديل، بيتك القاعد ده الهيكل ده بكسروا لك، الحرب دي بتكسره، وبالصواريخ الجديده اللي شفناها في المنطقه بتاعت وادي سيدنا، بيتك ده ذاته بيتكسر، طوبه ثاني ما بتلقاه، عشان ما يسوقوك المراهقين السياسيين ديل، الناس المراهقين السياسيين، لو كان استمعت للكلام ده من زمان، عشان ما يسوقوك المراهقين السياسيين ديل، ادعوا الطرفين انهم يمشوا يقعدوا في جده هناك، ويمشوا يوقعوا على اتفاقيه السلام. اتفاقيه السلام دي لو اتوقعت انت حتعوضك الامم المتحده على الخسائر اللي خسرتها، انت ما داير ترجع حقك ليه؟ انا كل مره اجي اقول لك النقطه دي مثلا، انت ما داير تجي ترجع حقك، انت ليه داير تدي حقك للكيزان؟ انا مثلا خسرت 20 مليون، ال 20 مليار باعتبار، ال 20 مليار دي تعوض لي. قلت لك في احداث الخليج لما حصلت الاحداث بتاعت الخليج دي، شالوا طوال يا زول القروش، جو جابوها المتضررين السودانيين اللي جو من الخليج، قروشهم جات، طلعوا لهم القروش بتاعتهم، المسكوها اكلوها الكيزان، القروش دي اكلوها الكيزان. لو في زول بيعرف ليه زول من ناس ومن اهله ومن قرايبه ومن جماعته من كده، هو كان في العراق وتم تعويضهم في العراق، وجو هنا لقوا القروش بتاعت الكيزان اكلوها، يعمل لنا ليه تاج. طيب ارجعوا لديل، يعني في تعويض لحد الان، في تعويض، وفي دول قاعده تقول لك يا اخي تعال نعمل اعاده الاعمار بالنسبه للسودان، تعالوا نعمر السودان تاني ونعوض التعويضات للناس وكده. طيب الكوز دايرك تمشي معاه في خطه، الغشاك بيه ابو 3 ساعات، يا ابو 3 يا ابو 3 يا ابو 3 يا ابو 3، قال لك في 3 ساعات نحن بنحسم الامر، ونحن في 3 ساعات خلاص الامور، ده داير يسوقك لذات المحرقه. فانا بكلمك بكل صراحه يا اخوي، والله كلامي ده نفع معاك خلاص اوكي، ما نفع معاك والله يكفلني ذاته تاني ما تشاهدني كويس. انت بيتك المخليك ما ترجع له ورافض انه يعوضوك هم الكيزان اللي الان واقفين ضد اتفاقيه جده. الان في اتفاقيه بتاعت جده ذكرتها، دايره ترجع لك حقوقك، دايره ترجع لك حاجاتك. في زول واقف عارض وبحاول يغشك انه الليله ان احنا لو مشينا قعدنا في جده معناها نحن خفنا، معناه نحن لسه نحن عندنا امل، يا زول الجقم شغال، نحن نصبر على الجقم ده. طيب يا الحبيب داير اسمعك، ها الجقم بينتهي متين؟ الجقم يا زول بننتهي منهم، انت قال بننتهي منهم، يا ما بننتهي منهم كيف؟ ده كلامه ما منطق. قول لي الجقم ده بينتهي يوم كده ساعه كده عشان انا ابني عليه حياتي؟ لا ما بيديك. قول له اي زول لقيتوه قول لكم جقم، اسألوه سؤال مباشر ولازم يرد عليكم بكثرة الأسئلة. الجقم بتاعك ده بينتهي 200، اليوم جغلنا، اليوم ضربنا، اليوم كده، كله خريط ساكت. دي كلمة بيقولوها اخواننا السعوديين. طيب فكله كلام زاي. انا داير اشوف في ارض الواقع ما في حاجة، يبقى انا حقعد انتظرك كده، هذا بيتي ما دقته ده انا ده بكره تدقوا، الطيران اللي لحد الليلة ما دق بيتي ده بكره يدقوا. طيب لما انت تفقد حاجاتك كلها، فايدة تاني شنو يعني من حياتك لما تفقد حاجاتك كلها؟ هسه ما انت فقدت سريرين صح؟ فقدت اكتر زول ممكن يكون فقد في بيته شنو؟ عربيته صح؟ طيب يا اخي في امكانية عربيتك دي تتعوض، ما داير؟ يعني عربيتك تتعوض وبيتك يتعوض، اوعى زي ما قلت زول كذاب يطلع يقول لك في اغتصاب، يقول لك اغتصبوه، قول له جيب لي الزول اللي اغتصبوه.
علي باليمين، علي باليمين ما في حالات بتاعت اغتصاب لا في الخرطوم لا في ام درمان لا في بحري. علي باليمين. واكثر ايام المعارك اشتداد دي اللي انا كنت فيها هناك في السودان ما في. بقول لك في نهي في شنو ذكرتها في اللايف ده. اغتصاب ما في. ولو كان في اغتصاب حقيقي ما هو نفس الشخص اللي قاعد يقول لكم في اغتصاب المنقب ده اللي قاعدين تسمعوا له ده اللي بيقول لكم في اغتصاب. طيب ما دام في اغتصاب مخيف كده الليله مرجع الناس لبيوتهم، طيب ما انت بتتكلم عن انه في اغتصاب. في زول انتبه للنقاط دي يا جماعه، في مفاصل لازم الناس تركز عليها. في زول انتبه لانه الزول ده كان بيقول لكم في اغتصاب وبيجيب لكم ورقه منشوره قدر ده، وكانت عمتي كده هناي وكان كده واغتصبوها ناس الدعم السريع وكده وهناي. دي خطه كاتبينها ناس صلاح قوش. صلاح قوش هسه بقى اخطر من علي كردي، يعني بيقول الاثنين الان شغالين شغل شين خلاص. طيب وللاسف الشديد يعني ديل ماخديننا مساله قبليه، يعني داخل الجيش وداخل الناس بس ديل ماخديننا كمان قبليه براها كده وديل ماخد في حاجات كده. بس الزول ما داير يتكلم، وحياة الله حفاظا على السودان الزول عارف حاجات ما داير يتكلم فيها، لانه المواطن المسكين ده ما عنده علاقه بالموضوع ده، سواء كان ابن شمال ابن غرب ابن شرق ابن وسط ابن جنوب، ما عنده علاقه بالموضوع ده. المهم يديك لك ورقه طويله زي ده. في زول بس كده ارجع بالذاكره، ارجع لورا شويه، يلا ارجع معي بالذاكره. رجعت بالذاكره صح؟ كويس تمام رجعت بالذاكره. قاعد يجي يقول لك اليوم قامت قوه من الميليشيا اغتصبت البنات وضربت البنات والبيت اغتصبوها قدام امها قالت لعمها، وعمها بدل ما يقوم يدق الكيزان قام دقاهي. دي خرافات جهاز الامن. الكلام ده خرافات بتاع جهاز الامن، ما واقعي على ارض الواقع. ما في حاجه زي دي حصلت اطلاقا، ما في. واتحدى وهسه خليهم يتكلموا عن الملف ده عشان ذاته نشوف. طيب داير ترجع الناس راجعين لبيوتكم كيف؟ وانت كنت بتتكلم انت قال الناس دي بتنسى عشان تشوف ملفات الامن دي ما بهمهم اي شيء ولا كده، ولا بيتخيلوا انه في زول مركز معاهم، يا لطفي يا بكر يا جميل حبابك يا اخي، حبابك والله منورنا عليك الله. تعال شوف الكيزان ده يا لطفي ده اداب الكيزان. يلا لطفي ده هندسي موجود في اللايف ده، كويس انه هو حاضر وسامع الكلام. لطفي ده كان بيحذر من مساله الكيزان دي من سنتين. انا تلاقيت معاه في واحده من الدول العربيه، الكلام ده قبل سنتين. قال لي يا مصعب الناس ما حيسكتوا، حيولعوا الصراع بين القوات المسلحه وبين الجيش. وكنا قاعدين نحضر في كوره يا لطفي. الكلام ده صح ولا ما صح؟ لطفي ده ناشط، ادخلوا صفحته بتلقوا الكثير جدا من التوعيه. الكلام ده قبل سنتين اقسم بالله. تلاقينا في او اقل من سنتين شويه، تلاقينا في حته بنحضر كوره كده في مقهى. قال لي اقسم بالله العظيم يا مصعب الكيزان ديل حييقعوا الفتنه بين الجيش وبين الدعم السريع. ده قبل سنتين. قلت لك الناس الواعيين سياسيا، الناس المقربين جدا من الفهم السياسي بيقدروا يحددوا لك انه الكيزان ممكن يعملوا الحاجه دي. فنرجع للنقطه دي، الحته بتاعت الاغتصابات وما الاغتصابات وشنو الكلام غير صحيح. واتكلمت انا قبل اليوم قلت لو في منظمه قاعده تطلع على الحاجات دي، انا اكتشفت انه المنظمات دي بتستمع لطرف واحد. يعني المنظمه دي ممكن تغشها بريبورت عادي، تغشها وتوقع لك وتمشي. قلت للناس يا اخواننا قالوا في فتنه في الجنينه، وقالوا مات فيها والي الجنينه، وذكروا احداث كثيره جدا كانوا الكيزان دايرين يسوقوا في الخط ده. فصادفت انه مشيت انا الجنينه وقعدت مع الطرفين في الجنينه في حته اسمها ادرمتا كويس، حي اسمه ادرمتا جنب القياده بتاعت الجنينه ذات العسكريه. ومشيت قعدت مع ناس تانيين في حته اسمها ام دوين، دي برضه قبائل عربيه، وهناك قبائل زنجيه من اهلنا المساليد. يعني قعدت مع الطرفين، مع العقلاء فيه، مع الشيوخ فيه، وقبائل تانية برضه في قبيله الفلاته وفي عدد من القبائل. يا اخواننا الحاصل شنو؟ اكدوا انه والله المساله دي فتنه بينهم هم، الفتنه دي فتنوهم هم الاثنين، فتنوهم ناس الاستخبارات العسكريه. يعني ناس الاستخبارات العسكريه هم اللي فتنوا بيناتهم. استغلوا حته انه في يعني خلاف بين الناس، هم ما بيجوا من غير خلاف، لا بد من انه لو في خلاف، لو في حاجه قديمه، لو في شنو يقوموا يأججوها هي ذاتها. فالطرفين بيقولوا نحن يا جماعه والله العظيم الاستخبارات العسكريه كانت ورا الموضوع ده، مشوا حملوها لغايه الدعم السريع في القطاع اسمه جمعه تقريبا، اللي هو جمعه. انت عارف اللي هو جمعه ده لقيت ناس الجنينه بالذات القبائل العربيه في الجنينه
شامين لك جمعه دي جدا جدا، وبقولوا يا اخي جمعه ده لولاه هو نحن كان قتلنا الوالده من البدايه. قاعدين يقولوا جمعه ده حاضن الوالده كده تقول ولده، نحن ما قادرين نضرب الوالي لان امشي اسمعها من ناس الجنينه، ناس الجنينه، وتسال زول كبير، اسال بتاع الخدار الشارك في المعركه، اسال بتاع كده الشارك في المعركه، بعد ذاك تعال اقعد مع العقلاء. انا اخذت اكثر من 150 افاده زول من الطرفين، 150 زول، انا تكلمت مع ده وتكلمت مع ده، ومشيت شفت محل القمص وجيت اتكلمت هنا وقلت لكم يا جماعه الخير العمليات دي تمت بنفس الطريقه. يعني كان في قمص في الجنينه لاول مره في تاريخ الحروب، لتاريخ الحروب اللي في الجنينه ولا في دارفور ولا في كل السودان، انه تكون في قبيله بتقاتل بقناصين. كان ده شغل بتاع استخبارات عسكريه. نفس القنص ده هو اللي قنصوا به الناس يوم فض الاعتصام، وده ملف انا كتبته يومتها برضه جاي بالترتيب. في فض الاعتصام الشهداء اللي استشهدوا بقناصات، في ناس اتقتلوا عادي، والقوة دي مشاركة فيها القوات المسلحة، مشارك فيها الدعم السريع، مشاركين فيها كتائب الظل. الأقرب للموضوع ده إنه دي كتائب الظل كانت عندها مكسب سياسي في فض الاعتصام، إنه أنا في فض الاعتصام اللي اعتقلوني هم كيزان الحركة الإسلامية، وجيت حكيت عن تجربتي هنا. وكيزان الحركة الإسلامية كانوا داخل اللي هي الرئاسة بتاعت الاستخبارات، لو الناس اللي بيعرفونا من زمان بيتذكروا. انا جيت حكيت الشهاده بتاعتي وقلت كتائب الظل هي اللي اعتقلتني تماما، وذكرت قلت في عساكر بتاعين جيش قالوا لي والله الزول اللي اعتقلك ده المكوجن ده، انا ليه هسي بتذكر شكله، زول مكوجن ما بتاع جيش اصلي، يعني تلقاه لابس له بنطلون بتاع جيش تحت التريننج طالع ولابس تحت سفنجه ولا باته كده مشروطه، ما زول هيئه بتاعت عسكري، والكلام بتاعه ذاته كان كلام اسلامي، ما عارف شنو كده شنو كده، حول هناي قال له، ودي موجوده في اللايف. يعني انا حتى قلت لنبي الاديب تجي تشيل اللايف ده، الكلام ده في الفتره دي، انت لو تجي تشيل اللايف ده فيه شهاده ميدانيه. وكانوا بيقولوا هاي ده كلام هو قاعد يقوله للزول في يعني جهاز بتاع تواصل، قاعد يقول له الجثث اللي رميناها في البحر دي، كان بيتكلموا عن النقطه دي، وارجعوا لليوتيوب بتلقوا اللايف يمكن قبل 4 سنوات بيتكلم عن الجثث، عن كده التربيطه بتاعت الناس وطريقة جدعهم بالطريقة دي كانت كتائب الظل. ليش مو كتائب الظل اللي تعمل كده؟ لأنه اختلافهم مع الدعم السريع جا اليوم، شفت اليوم اللي حميدتي وقف ضد البشير، هنا أعوان البشير السابقين الجهاديين الناس الكده اعتبروا إنه حميدتي هو بالنسبة لهم عدو، والدعم السريع هو بالنسبة لهم عدو، ليس دفاعا عن حميدتي ولا شيطان، أنا بتكلم عن حقائق حقيقية، نرضى بالحقيقة دي عشان تساعدنا في تحليل الأوضاع الجاية وإلى ما ذلك. طيب قبل 2019 قبل فض الاعتصام ما كان في زول قاعد يقول ديل تشاديين، هسي بس 2019 قبل فض الاعتصام ما كان بيقول بعد سقوط البشير حتى ظهروا ديل تشاديين، ديل نيجريين، ديل شنو. زمان تفتح خشمك بس يتكلم يا اخي الدعم السريع ده قتل، امشي يا زول انتوا مرتزقه، هسي الناس اللي هسي مجرورين والناس اللي هسي ماشيين ساكت ديل يا جماعه كانوا زمان الهسي بقول لك ديل ما سودانيين وديل كده، ديل كانوا بدافعوا عن الدعم السريع وكانما هو بيبي بالنسبه لهم. اليوم اللي حصل خلاف وحميدتي ده وقف مع السوار على الاقل انه ما يشتغل بسقوط البشير وما دخل قوته عشان تهاجم السوار وكده، دي اكلت معاهم جنبه. نحن مدربينك ليه؟ نحن جايبينك ليه؟ نحن كده. من اللحظه ديك، من اللحظه بتاعت انقلاب البشير، ركزوا بعد ده بالنسبه لهم الدعم السريع ده هدف يجب التخلص منه، ده هدف. كيف يعني يجيب مع الشماسه؟ كانوا يسمونا نحن شماسه دي. ومطالبه الناس زي هنا يعني مطالبتهم ومقاضاتهم يا اخواننا، الناس اللي ما بيعرفونا، انا اسمي كان مطلوب البشير ده وجماعه البشير، انا كنت موجود في يوغندا في اللحظه دي، كنت في يوغندا، الدول بتاعت افريقيا دي كنت بمشي وبجي. انا طلبوا اسمي هنا لحقوه، وممكن الناس زي ما قلت تكون عارفه مطلوب انا بالانتربول، مطلوب يعني مصعب الضي ده ما اول مره هسي يطلبونا، لكن لانه قاعدين نضربهم الضرب ده، انا مطلوب من سنه 2017 او 18 والله مطلوب، كنت واسمي كان موجود في المطار وما بقدر اعمل اي شيء، وبل الانتربول يعني يجيبوك من برا. فعملنا اذاعه كانت واحده، من المفترض انه الاذاعه دي تكون بشكل معين، ركبنا من هناك بالتنسيق مع بعض الشباب، شباب الثوره والى ما ذلك، ولحد ما مشيت ماليزيا
وكنا هناك كونا غرفه ما شاء الله لايفات زي الليل، اتفرغنا تماما للحرب دي. ده نفسي تفرغي لها السيانه اتفرغته. انا اليوم اللي ما بطلع اليوم الثاني حاطلع لايف، اذا يوم طلعت لايف قصير حقوم بكره اعمل لايف طويل يكفي. المهم يعني تاني معاكم في تغطيه مباشره. فيا جماعه خطوره الحركه الاسلاميه، النقطه الجديده كنت قاعد اتكلم عنها اللي هي في خطوره الحركه الاسلاميه، انه الان من مصلحتها يتفكفك الجيش. طيب يتفكفك الجيش كيف؟ يتفكفك الجيش كيف؟ يغضوا على الدعم السريع ده تماما. يلا داخل الجيش في ناس ما بدوروا الكيزان، في ضباط داخل الجيش، شباب شيروا 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 يا شباب، الشير مره ثانيه يشيروا، ثالث شير، والما شير قاعد يسمعنا ساي اضغط لنا على قلب، اضغط لنا على قلب، اضغط لنا على قلب. يلا يا جماعه داخل الجيش في ناس هم ضد الكيزان على قلتهم لكن ضد الكيزان. طيب لو الناس اللي في الجيش دي خلوهم بيعملوا انقلاب وبيتسوا الحركه الاسلاميه دي من ساسه لراسها، والضباط اللي في الجيش اللي هم تابعين للكيزان وتابعين لكده وتابعين لكده لازم يبعدوهم. طيب في الحاله دي عملوا شنو؟ اول شيء يضربوا الدعم السريع، يكون ضربوا عصفورين بحجر، ابعدوا الكتله المدنيه وبالمقابل في نفس اللحظه ابعدوا كابوس عسكري بالنسبه لهم. كده بيحلوا لهم المزاج، يجوا يجيبوا القهوه بتاعتهم يشربوا في القهوه ويقوموا يسوي شنو مع شراب القهوه ده؟ طوالي استلموا الجيش وبالتالي استلموا السلطه، ويا برهان يلا مش بعد ده. لو جو جابوا لك على كرت الليله لو حصل الكلام ده كويس، الليله لو حصل الكلام ده يجوا يجيبوا لك على كرتي يخطوه لك فوق راس البرلمان، تقدر تتكلم؟ افرض الليله الكيزان دي اللي انتصروا، افرض سابوا القوات المسلحه زي ما ذكرتك بين طريقه المفاصل، قاموا الكيزان دي اللي انتصروا في الحرب دي عن طريق الجيش، بالجيش انتصروا كويس. تاني لو جو جابوا لك على كرتي ده خدتوه لك فوق هرم المؤسسه العسكريه وبقى قاعد في تاني دور وبيدي شلاليك للماشي والغاشي بالشارع، في مواطن بيقدر يفتح خشمه؟ في مواطن بيقدر يفتح خشمه؟ هتقدر تفتح خشمك؟ لا ما في. طيب هتقول لي ما هسه الدعم السريع لو انتصر هيسوي شنو؟ يا اخي عشان الدعم السريع ده ذاته ما ينتصر انت مش داير توقف وشايف انه ده تمدد وشايف انه ده غزو وشايف انه بيوتك وحاجاتك وامورك ما فيش. يا صديقي الفاضل ارح اتفاقيه جده زي ما بقول ذاك ارح كاكا، نمشي اتفاقيه جده. اتفاقيه جده بتوقف اي مخاوف. اذا الجيش ده حينتهي داخل وحداته حينقذ الجيش. إذا الآن في إشكالية ممكن تحصل من تفكيك من انقسامات في البلد، من دمار بالنسبة للبلد، من يعني رغبة الدول في إنها تشيل خيرات السودان وإلى ما ذلك، وأي دولة دايرة تتناهج بل والتعدي في ذلك عسكريا، الليلة لو في أي دولة جارة دايرة تجي تخش للخرطوم اللي بيمنعها شنو؟ أنتوا فصيلين عسكريين متشاكلين مع بعض، يعني أنتوا كأنما غزالتين كده بتتناطحوا مع بعض، جا من هناك مفترس شالكم الاثنين او شال له واحده والثانيه مشت بطلقتين، الفايده شنو؟ تجي هو محتله من اي دوله، اضعف دوله من الجوار الان تستطيع انه تدخل لحد المنطقه الدائره على كيفها، انت عندك مشكله بتاعت بورسودان انه مينا رابط ومينا جامع والمنطقه ذات المياه اللي حولك مياه، يعني براكم عارفين المشاكل بتاعتها. فانت في ظروف زي دي ما بتعاين لاي ابعاد غير انه انا ككوز قبي اجي راجع لاداره الحكم. نوقف الحاجه دي كيف؟ الكثير من الكلام ده نوقفه كيف؟ بالاضافه للحاجات الشخصيه اللي انت دايرها، نوقف الكلام ده وننتصر كيف في انه انا ارجع بيتي وانه انا كده. يا اخي عليك الله امشي جده. يا اخي اتفاقيه جده بس. ما عندك حل انت غير اتفاقيه جده. يعني هسه الحرب دي لو استمرت، نفرض هسه الحرب دي استمرت، فارقه مع الدعم السريع شنو؟ انت مش بتتكلم عن انه قاعدين ومرتاحين ومشغلين مكيفك انت في البيت؟ هو ده مش كلامك انه الان هم مرتاحين وقاعدين ومشغلين مكيفك في البيت وراكبين عربيتك وما عارف وشنو؟ مش انت قاعد تقول في الكلام ده؟ طيب نأمن على انه صح، طيب فارق معاهم في شنو؟ يخدوا رجل على رجل. داير كلام عقل ولا داير تنساق؟ اذا استمرت الحرب دي ماشيه، فارقه مع الدعم السريع في شنو؟ مش انت هو عدو بالنسبه لك وهو كرهك ومرقك وسوى الدعم السريع حيخسر شنو؟ حيخسر شنو؟ لكن تعال شوف بالمقابل الجيش حيخسر شنو في الحرب؟ حيخسر وحداته اللي ممكن تتساقط. حيخسر وحداته اللي ممكن تتساقط. الليله انا ما استبعد في الله يبدا زول يجي يقول لنا القياده العامه سقطت. انا ما استبعد اي زول يجي يقول لي المهندسين سقطت.
انا ما استبعد اي زول يجي يقول لي يا اخي المدرعات ال 20% ولا 10% الباقيه دي سقطت. انا ما استبعد ابدا يجي يقول لي بعد ده ركزوا على وادي سيدنا وبعد فتره استلموها. هتقول لي كذاب ما بيقدروا. طيب ما اسقطوا الاستراتيجيه وجيت قلت لي كذاب؟ طيب ما اسقطوا الاحتياطي المركزي وجيت قلت لي كذاب؟ طيب ما اسقطوا الكبير اليرموك، ما اسقطوا؟ ما اسقطوا التصنيع الحربي؟ ما اسقطوا الوحدات الكبيره دي؟ ما اسقطوا الوحده بتاعت المشاه اللي هو السابع بتاع المشاه وهسه قاعدين فيه؟ ما اسقطوا مغر جهاز الامن؟ ما اسقطوا مطار الخرطوم؟ ما اسقطوا القصر الجمهوري؟ ما اسقطوا الاستراتيجيه الانشائيه؟ ما اسقطوا كل المناطق الثانيه دي عسكريا عشان ما تيجي تقول لي ده بيتي؟ اللي انا قاعد اتكلم عنها دي الان دي ما بيوتك انت. لا القصر الجمهوري هو بيتي ولا بيتك، ولا المطار هو بيتي ولا بيتك. ما عندهم المنطقه اللي بتسقط منهم ثاني ما بترجع. طب الحرب المفروض يكون فيها فايده، مش انا يستلموا مني بكره ارود 2 3. طيب ده تحطيم للقوات المسلحه. يبقى القوات المسلحه ما بيملوها بالكلام وبالرش. ما في جندي الان من القوات المسلحه قاعد يسمع كلامي. الناس دي داخل وحداتهم العسكريه، النقطه دي ذكرتها كثير. داخل الوحدات العسكريه الان ما قاعدين يسمعوا كلامي اللي انا قاعد اقوله، ليه؟ لانه شالوا منهم التلفونات الكبيره. التلفونات الكبيره عند الضابط فقط، عند الضابط او الاخ المسلم. لو بقى اصغر من ضابط بشويه مثلا حضره صول ولا كده ولاء للحركه الاسلاميه، ده بكون عنده تلفون. الباقيين ريبيكا بس. يعني كلامي ده ما بأثر في عسكري انت دايره يقاتل، لكن انا ادافع بالنيابه عنه لانك انت ذاتك ما عارف تدافع عنه كيف. انا هنا ده الدفاع الحقيقي في انه اضمن له روحه باتفاق انه هو يطلع. تعال انت يا قائد الجيش اكرب قاشك في الجيش واشتغل تدريب وتاهيل في الجيش. لما تحس انه جيشك ده قادر لاي صدام ولا قادر لاي منازله، دخله الميدان على طول. لكن ما ممكن اسلاميين يغشوك يقول لك نحن بنجيب مشاه ونحن بنجيب كده، تمشي تدقش في الجيش ده وتنتهي من الجيش وهسي مطاطر ماشي من دوله لدوله. وانت يا برهان لو كنت زول رئيس ولو كنت زول قائد جيش، وانت ما رئيس لكن كقائد جيش، لو كنت مسؤول المفروض الليله تكون لابس البزه العسكريه بتاعتك وبتقاتل عشان تمرقهم من المهندسين، بتقاتل عشان تقيف معاهم الليله الشباب اللي اتدمروا ويتهلكوا داخل الوحده بتاعت وادي سيدنا. هي مجموعه بتاعت وحدات كده و20 دول كلهم الان قاعدين يعانوا من القصف بتاع الصواريخ اللي قاعده تضرب. للاسف الشديد انت قاعد هناك بعيد، ما عندك اي حاجه، قاعد بعيد. طيب انا بحب انه ارد على بعض الناس اللي ممكن يكون تساؤلهم يعني مفيد بالنسبه لي، فاتمنى انه عشان نكمل الموضوع ده ونحكي لانه السلسله بتاعت اللي هي تفكيك الجيش دي محتاجه لشغل مننا نحن كلنا، محتاجه لشغل مننا نحن كلنا، ومحتاجه انه نشتغل فيها بكثافه شديده جدا جدا. حنشتغل. لو في زول عنده سؤال على النقاط اللي انا ذكرتها دي يجي يطرحوا لنا يا اخواننا. شوفوا تمام، الكيزان ديل يعني ربنا سبحانه وتعالى اداهم من السلطه 30 سنه حاكمين السودان يا اخواننا. والله من الظلم وده كلامه كانوا بيقولوا يعني يا ترى دماء من الناس ديل، يا دماء من الناس ديل، يا كل الدماء، يا كل الدماء. يعني ده شعارهم. انا يوم واحد ما شفت لي حزب في الدنيا شعاره دموي. واتكلمت عن تجربتهم من البدايه. شيل يدك، شيل يدك اضغط على الشاشه، شيل يدك اضغط على الشاشه، شيل يدك اضغط على الشاشه. فضل بيقول لي انه القياده العامه خبرها شنو؟ القياده العامه برضه الليله متكوكه دك شديد، بس صواريخ ضرب وكده، يعني ما في اشتباك. يعني داخل القياده العامه شكله الذخيره بتاعت القياده العامه ذاتها خلاص على وشك. عشان كده بيجوا يحافظوا، يعني بيجوا يحافظوا على شكل الذخيره. انت قادر تتخيل انه الناس دي موجودين داخل القياده العامه وما في ذخيره بتجيب؟ انت عارف شنو يعني انه ما في ذخيره بتجيك ولا في اكل بيجيك ولا في شراب بيجيك؟ مع ذلك في زول داير يقتلك بغباء، زول داير يقتلك بغباء شديد. وبيدعموه في الملف ده الكيزان. يعني الكيزان ديل ربنا سبحانه وتعالى خلاص انتهى من امره. يا اخوانا تاني اي تساؤل انا بجيب عليه، واتمنى زي ما قلت الان اضغط على الشاشه، اضغط على الشاشه، اضغط على الشاشه، اضغط على الشاشه. طيب عايز اعرف منظمه الدعم السريع موجوده داخل التنظيم ولا لا؟ ما قادر افهم كيف يعني عاوز اعرف منظومه الدعم السريع موجوده داخل التنظيم، يعني قصدك تنظيم الحركه الاسلاميه
طيب دي نحن نقطه اتكلمنا فيها بدري يعني من سنوات. اول شيء الدعم السريع ده، يعني هسه هم قاعدين يقول لك مثلا عثمان عمليات القايم بالشغل ده كله كوز. عثمان عمليات ما كوز. الكيزان من الدفعه 49، من الدفعه 9 من الدفعه 40. عثمان عمليات ده نزل لواء، الزول اللي ما عارفه عثمان عمليات نزل لواء، نزل زي شمس الدين كباشي نزل لواء. يلا عثمان عمليات ده الجيش هو اللي استغنى عن خدماته، نزل لواء. جو ناس الدعم السريع. شوف انتبه يا صديقي، دي ذات نقطه كويسه. شوف الجيش قاعد يستغنى عن منو؟ عثمان عمليات الشغل اللي قاعد يشتغله ده لم يدرس، والله لم يدرس. عثمان عمليات ده كان ضابط في القوات المسلحه، اظن من الدفعه 36 37. فالمهم لما نزلوه في رتبه اللواء، مشى شال اوراقه تنكش قدم في الدعم السريع. قال لهم انا كنت لواء ودي خبراتي ودي حاجاتي. قال له تعال تمام. دخلوا لك في المعركه بتاعت ناس جوز دنجو وما اللي لك الزول ده يا زول ده كيف القوات المسلحه فكته؟ عرفت الكيزان ده اللي قاعدين يفكفكوا في القوات المسلحه. كويس انك سالتني السؤال ده ذات. عرفت انه كيف القوات المسلحه قاعده تفكفك في ناسها؟ يعني عثمان عمليات اللي هسه قاعد يقود العمليات داخل الخرطوم ومدرمان وبحري ومسؤول من عمليات الدعم السريع دي كلها، كان عسكري كان ضابط قوات مسلحه. قامت القوات المسلحه استغنت عنه، زي ما استغنت عن فضيل عصام فضيل ده يا جماعه برضه كان لواء. عصام فضيل برضه كان لواء، كان عميد نزلوه لواء. عصام فضيل ده هو الانشا الكتيبه الاولى بالنسبه للاستخبارات العسكريه، ناس الاستطلاع في الاستخبارات العسكريه. القام اسسهم، لكن ما اسسهم كحركه اسلاميه، نزلوه لانه هو كان رافض دخول الحركه الاسلاميه، داخل ما يسمى بالعمل الخاص. الهسي ماسكينه ليك الناس، تلقى زول ما عنده علاقه بالعسكريه ولا عمره قعد مع ناس عساكر يجي يتكلم لك عن عمل خاص. العمل الخاص اللي انت بتتكلم عنه ده اسسه وكونه عصام فضيل، كان لواء في الاستخبارات العسكريه، لكن عملوا للقوات المسلحه كقوات مسلحه. قالوا له دايرين نقحم معاك ما يسمى بكتائب الظل، رفض لهم، شالوه برا. هسي هنداك ملو. انا استغرب زول في الثوره يقول التحيه لجهاز الامن، التحيه لهيئه العمليات، التحيه ل انت ما كنت في الثوره؟ طيب نحن كان عدونا في الثوره ده اللي قاعد يقتلنا جد، يعني مباشر. نحن بالنسبه لنا عدونا اللي في الثوره ده اللي بيقتلنا جد، اللي هو مشكلتنا الكبيره كانت مع جهاز الامن والمخابرات الوطني ومع الكيزان الاساسيين. يعني ديل العدو الاول. الليله انا اجي اقول مثلا العدو ده يتكلم عن حقائق، ما في مشكله، لكن التحيه وجن معاه شنو كده لجهاز الامن؟ يعني كنت بتغش فينا وبتخدع فينا؟ التحيه لجهاز الامن. في زول يا جماعه ركز في ناس الثوره ديل للنقاط دي. هنا المقصد ده هنا لناس الثوره صراحه، لانه يعني الواحد بحس بانه كان مخدوع بكل صراحه. الزول اللي بعد البشير ده، بعد البشير سقط، خليه يقول الداير يقوله، لا اسفا عليه. ده انا بالنسبه لي خليه يقول الداير يقوله، لا اسفا عليه، بمعنى انه يعني سياسيا ما كان ولا قاتل ولا اسمه الطلب ولا بس كده، بس هاي مع الناس ماشي مع الماشيين جماعه وداير يحافظ على مصالحه وكورك مع الناس، ايوه ثوره. لكن الزول اللي كان معاك في الخندق، التحيه لهيئه العمليات، التحيه لهيئه العمليات اللي كانت بتقتل الناس، اللي قتلت لك في الثوره دي محمد الخير، استاذ احمد الخير، قتلته لك بأي طريقه. الطريقه اللي قتلته بها الشهيد عبد العظيم، نسيت حقه؟ الشهداء ديل كلهم. هتيجي تقول لي الدعم السريع برضه قتل مننا في فضل الاعتصام وما في فضل الاعتصام. انت عارف الحقيقه لكن جبان، ولانك اصلا كان جواك في كوز. انت عارف انه كتايب الظل، عارف كويس انت كسائر وزول اعلامي، عارف كويس جدا انه كانوا ناس كتايب الظل هم اللي في سطوح جامعه الخرطوم، وهم اللي في سطوح العمل الانساني، وهم اللي طلقتهم كانت في الراس يا في القلب. لكن كانت المشكله قلت لك اسقطوا لهم البشير، فلا بد من انه ينتقموا من الزول اللي اسقط لهم البشير، او القوه اللي دافعت. مش كويس، مش الثوار ديل فازوا كويس، لكن بخد عليك في اول ملف كده. ممكن يكون فضل الاعتصام ده كل الناس اتفقت عليه، كلهم اتفقوا عليه، اوكي. انا بتكلم لك عن من قتل. الخطه كانت انه يدقوا الناس بالعصي. من قتل؟ يبقى اذا انت الان ما استدركت للنقاط دي وعاينت للنقاط دي بشكل يعني دقيق شويه، صدقني ما حتقدر تفهم الاعيب الكيزان. طيب
الدعم السريع منظمه ارهابيه. لما يصنفوا لنا ما هو الدعم السريع ده هسي ما عشان الدعم السريع، الهجوم ده ما عشان الدعم السريع، قلت لك عشان موقفين. الموقف الاول الموقف اللي وقفوا والبشير كان بيقول دي حمايتي، قاموا قالوا البشير نحن ما حمايتك، نحن مع الشعب السوداني. المساله دي عملت للكيزان ربكه كبيره جدا جدا. الحاجه الثانيه اسي برضه وقفته مع المدنيين، كيف يقف مع الحريه والتغيير؟ يا زول انت مشاكلك كثيره. فهم الان قاعدين يقولوا دي، شوف اذا انت داير تسمع قحط، مش قحط سموهم شنو، داير تسمع الكيزان، اسمع الكيزان. لو في زول في الدنيا قال لك الدعم السريع ده حيتم تصنيفه كمنظمه ارهابيه، ده داير ياكل بيك عجوه كده ولا بلح ولا حلاوه. دي حاجه انساها، دي حاجه انساها تماما. ده المنطق السياسي، قد اكون انا ما اشطر زول، لكن ده المنطق السياسي. انت عندك تجارب في اليمن، عندك تجربه الان في كبرى المناطق يعني في لبنان، عندك تجارب كثيره كده. انا ما داير اتكلم عن النقاط دي، لكن بس داير اذكرك برهان اللي مشى قال لهم يا جماعه انا داير دعم في انه تصنف كمجموعه ارهابيه. هل في زول لحد الليله رد له؟ ردود المجتمع الدولي ما قاعده تتعدى 48 ساعه، بيعقدوا جلسه في مجلس الامن بيناقشوا القضيه. انت الليله مرت بك كم يوم؟ في زول في مجلس الامن دعا ولا اشار ساكت ولا كده؟ يطلع وزير الدفاع الامريكي ويقول لك الحرب في السودان قبل 48 ساعه، يقول لك الحرب في السودان لا تحل الا سلميا. معناها شنو يعني؟ معناها شنو كده؟ بس كده يعني كده فكروا معايا، يعني كده كلنا نشغل عقولنا. معناها شنو؟ فيا صديقي الفاضل، الحرب اللي قاعده تقام دي وحياة الله الحرب اللي مقومينها الكيزان دي عشان يعودوا، عشان ينتقموا من اي زول اسقط البشير. وفي الحرب دي قلت لك في اي حاجه، لكن انا كمان ما بجروني. هو انا اللي بتكلم معاك ده قلتها كثير. انا بيتي اتسرق بالمناسبه، انا اللي بتكلم معاك ده انا بيتي اتسرق اصو قلتها من اوائل الايام، وفي نفس اليوم اللي اتسرق طلعت لايف واتكلمت فيه. يعني انا ما قاعد اقول لك الكلام ده وانا ما مأذي من الموضوع ده، لكن بالمقابل عارف السبب منه. السبب في الحرب الخلى انه انا بيتي ده ذاته يتسرق هو منه، انا عارفه سياسيا. اهو طيب في عز الثوره لما مشيت قلت لك يا اخي كتايب الظل هم اللي اعتقلوني في فضل الاعتصام، وكان وضعهم 1 2 3 4. الوقت ده كان في اشتباكات بين الدعم السريع وبين حميتي، بين الدعم السريع وبين الكيزان. لما كنت بقول لك في الكلام ده وبحكي عن تجاربي انه ديل الكيزان هم اللي سووا كده 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 كده، الكلام اللي ذكرته وقاعد اذكره كل مره. اللحظه دي كان في حرب، كان في بيت مسروق. انا ده مبدئي طلعت بيه انه انا ضد الكيزان. طيب بقول لي طيب الدعم السريع منظمه ارهابيه، ذكرناك يا مبارك الحريكه، الكلام ده ما صحيح يعني ولا بيبقى ليهم. يعني هم دايرينه. الدعم السريع ده بيختلف في شنو؟ انا دايما قاعد اقول هو زول ما مؤدلج. انت بخوفك الزول المؤدلج، بينما انا بفتكر الدعم السريع ده بيور يعني حاجه كده زي ما بقولوا خام، في حاجه كده هم الخام. يعني المؤدلج ده الزول المؤدلجين انه مثلا يساري خلاص، يميني خلاص، واسوأهم اليمينيين المتطرفين. يعني الليله مثلا زول زي بتاع كتيبه البراء ده، قول معي انه انت المصباح ده مؤدلج، يعني زول يميني متطرف شديد، حركه اسلاميه قح ما عارف شنو. قول معي يا اخوانا شيروا، قول معي انه داير تقوم الزول ده يعني تدمجه في الجيش، داير تقوم تدمجه في الجيش وتديه ضابط. ده حينسى لك الفكره بتاعت انه يدافع عن حركته الاسلاميه، لا، هينسى لك انه في حاجات كثيره ما بيقدر ليه لانه مؤدلج، يبقى حيمارس اليمينيه بتاعته دي داخل صفوف القوات المسلحه. لكن مثلا بتاع الدعم السريع من 2013 تكوينهم سنه 2013 مش كده؟ طيب لحد من 2013 شايفين انهم اللي بقى ضابط فيهم وعملوا لهم التاهيليه وعملوا لهم كده وعملوا لهم كده. ما في زول واحد في الدعم السريع ده جنط طلق في بيتك زي ما بقولوا، زي ما انت بتقول طردني من بيتي وضرب. القاعدين في بيتهم بالمناسبه لحد الان القاعدين في بيتهم، في ناس قاعدين في بيوتهم ذاتها ما اتسرقت، لكن جزء بسيط يعني اقل من 1%. باقي البيوت كلها هي فاضيه، الخرطوم بقت خرابه. فيلا زي ده كان موجود هناك، ما في زول سال ولا انا سالت ولا هو سال، قاعدين وندير في الخرطوم.
يوم واحد ما هبشوا زول ولا زول هبشوا. في المظاهرات دي لما الناس يطلعوا يقفلوا الشوارع بيطلعوا ناس ابو طيره، وبيطلعوا ناس الشرطه وكلهم، وبيطلعوا ناس الجيش ذاتهم وكده، هم كانوا بيقمعوا الناس. ديل عرفوا الدعم السريع ده ذاته فيه شفوت قاعدين، والله يعني صراحه في وجوه شفوت ما لطخوا يدهم. يعني اول ما عرفوا انه فضل الاعتصام كان شرك بالنسبه لهم زيت انسحبوا وبقوا يخلوا الجيش يا اخوي معاكم ديك الشرطه الدايرين تسووه. هسه في انقلاب 25 اكتوبر، في زول بيقول انا قبضوني الدعم السريع وعذبوني ولا ضربوني ولا قبضوا. هم ما قاعدين الحاجه اللي فيها جماهير وفيها كده وفيها كده، ما قاعدين يقعوا في الاخطاء بتاعتها من زمان. يعني من زمان نحن بنطلع في الثوره دي وكده، قلت لك ما كان عندنا عدو غير الكيزان ديل، والكيزان هم اللي اسسوا الدمار بالنسبه للسودان. طيب اخبار نيالا شنو؟ الابيض لو سمحت، الابيض في انقطاع الاتصال. نيالا كان فيها قصف بتاع طيران وكان فيها اشتباك، لكن متقطع في بعض المناطق. طيب حسابي مغيد يا مصعب، وده زين حبابك يا اخي، حبابك لو ما مغيد بكل تاكيد كان حتكون يعني من اول الداعمين يعني وكده. طيب بيقول لي يتكلم عن اسرى الجيش اللي تم تامينهم بواسطه ناس الدعم السريع، كيف الاخلاق والقيم. يتكلم عن اسرى الجيش اللي تم شنو تامينهم ولا شنو ما عارف والله. صديق مش الاسماء مشت. شوف بالنسبه للاسرى ديل، بما انه قلت لك انا يعني جيش وكده، وهناك في اسرى كتار جدا جدا من اولاد حلتنا، في اسرى كتار جدا جدا من اهلنا، في اسرى كتار في اسرى كتار في اسرى كتار. الاسرى الموجودين هناك طبعا هي قطاعات موزعين على قطاعات وكده. في عدد من الناس طلعوا، فانا ما بعتمد على زول في الاسري انا اساله بكل امانه. انت سالتني وبكل صراحه وبكل صدق والله بقول لك امام الله، والله قال لي يا مصعب تعاملنا هناك كويس جدا. انت سالتني سؤال مباشر وانا رديت لك عن تجربه شخصيه. انا ما بعرف لو انت عندك حكاوي ثانيه قصص ثانيه دي انا ما شاهدتها، ممكن تكون انت شاهدت حاجه انا ما شاهدتها اكتبها للناس هنا. لكن انا عن نفسي كل الناس اللي هم طلعوا، وفي ناس ذاته يعني زي ما بقولوا كده بيكونوا من الجيران، بيكونوا من الاصدقاء، بيكونوا من شنو، كان عندك واحد من معارفك من اهلك من كده بتقدر تطلع الزول ده. ساعدنا والله عدد من الناس اللي هم طلعوا من هناك وكده، فبلاقي الزول بساله وبتكلم معاه بكل صراحه وبكل هناي، والله قال لي التعامل كويس. لكن الاسير ده في النهايه هو اسير ونحن كتار، وكل الناس دي مجمعين على انه هم الوف، يعني لا واحد لا اثنين لا ثلاثه لا اربعه، هم الوف مؤلفه داخل المعتقلات. يلا زي ديل ذاتهم مش هم مأسورين، ما في زول بيحين عليهم. يلا اتفاقية جدة لو اتوقعت اي زول عنده اسير بيجي راجع بيته، اي زول عنده اسير بيجي راجع بيته. برضه ديل ما بيهتموا. حسونا محمد يعقوب، مساء الخير يا مصعب، حبابك والله يا حسونا يا اخي، شرفتنا والله، الله يبارك فيك يا اخي. عمار بيقول متهم هارب غير صحيح. نجاة السبب في عدم ذهاب البرهان لجدة. الإسلاميين ما حيخلوه، شوف برهان ده اللي يقتلوه، الإسلاميين ده اللي يقتلوه حتى يصدق يعني. طيب بيقول لي بقصد أسر، أنا قاعد أقرأ غلط ولا شنو؟ أسر الضباط اطلعوا من الدعم السريع لمدني. ما عندي خبر والله، ما عندي خبر صراحة. أنا الأيام اللي فاتت دي يا هو كان عندي ترتيبات وإجراءات وحاجات، فما بكون قاعد والله، يعني ما قعدت، بلقى مكالمات، بلقى كده، بلقى الجروبات، بلقى، لكن ما لقيت فرقه اقعد واحضر. طيب في فيديو طلع دعامي صفى 2 من اسرى الجيش. اسال الله الكريم يا اخوي الرشايد احمد ولا شنو، او الرشيد احمد، لانك الالف ما فاصله من الدال. فالرشيد احمد اهلا وسهلا ومرحبا بك يا اخي، والله نسال الله انه يتقبلهم. والله الميت من الجيش سوداني ربنا يتقبله، الميت من الدعم السريع سوداني ربنا يرحمه. الشر الوقع ده هو خلاك انه انت يشوفوك بعين غير عين الحقيقه، فدي اصلا ادين واستنكر السلوك ده. لكن طالما انه انت بتلقى جندي تابع للدعم السريع بتقوم بتطبحه من الاذان للاذان، ما تتكلم تاني عن الانسانيه. قبل لما انطبحوا الجندي بتاع الدعم السريع من الاذان للاذان كان تطلع تقول للناس الكلام ده غلط والكلام ده لا يمكن يحصل والكلام ده، لكن انت نظرتك لانه اطبحوه، لانه ده ما سوداني، لانه ده مغتصب، لانه ده كده، لانه ده كده. الدعايه الشديده دي الفكوها الكيزان بالشكل القبيح ده. شوف اقول لك حاجه، هسي انت في نظرتك مثلا في جون جرن ده كان عشان اغتالوا شخصيه جون جرن ده لانه كان عدو سياسي بالنسبه له. قالوا اول حاجه جون جرن ده
حتى الطفل اللي بيلدوا الليله شوهوا له سمعته، بيقول لك عاين فوق تعاين فوق، يقول لك جون جرن لابس توب. شوف حتى الاطفال كانوا بيقوموا ديل الكيزان، يعني ديل الكيزان كانوا هم بيستخدموا المصطلح ده عشان الشافعي من يقوم صغير بيقوم بيكره الزول، بيقول لك عاين فوق تعاين فوق، يعمل لك كده يقول لك جون جرن لابس توب، تو انت نط كده مش متذكرين دي. هسي انا بقول دايما الاجيال الصغيره دي اللي ولدوهم 2000 وانت ماشي لقدام ديل ما بيتذكروا الحاجات دي، عشان يغتالوا شخصيه جون جرن كانوا يشبهوه بالمرأة. الشافعي يقوم من صغير عارف انه في راسه جون جرن ده مرأة. في زول يتذكر الكلام ده لما كانوا بيقولوا كده. فديل هسي بذات المستوى اي زول يختلفوا معاه لازم يخربوا لك سمعته. يلا انت خراب السمعه ده رسم لذهنيتك انه ده ما بشر المفروض تضبحوه، لكن لو قتل واحد من القوات المسلحه هو بشر نبكي عليه ونتاسف عليه كلنا. يبقى انا عندي اشكاليه في تعريفك للمشكله دي ذات. انت الان معرف انه دي مشكله حاله كده، يعني ما المفروض السكوت عليها. انا عندي اشكاليه في فهمك انت للقضيه دي نفسها، التركيب بتاع القضيه دي انا بالنسبه لي ما كان او ما فهمه زي فهمك انت فاهمه. انا بفهم انه الحرب دي تجي فيها زول، لا تضبحني لا اضبحك، لا اتباك على ده لا ما اتباك على ده. الاثنين هم سودانيين غصبا عن اي زول، هم سودانيين ولا يمكن لاي شخص في الدنيا انه يجرد الزول من السودانيه بتاعته. يبقى نحن محتاجين نعمل خطاب منضبط. لما نشوف في زول ضبحوه في المنطقه الفلانيه ما نهلل ونكبر، لانه بكره بتبقى فيك. فعشان ما تبقى فيك قل خيرا او اصمت يعني. طيب انت يا مصعب ما مصدق موضوع الدعم اغتصب. طيب انا لو حلفت بكل صدق وشفافيه انه الدعم اغتصب، بس حدد لي. انا قلت لكم الفيصل بيني وبينك تعال احلف ما تحلفها، بس في نفسك كده انه انت صادق، مش قصه انت سمعتها. ما هي قصه مثلا انا ممكن انسج لك من الخيال، قامت فلانه من النوم ووجدت العساكر 5 داخلين على الباب مسكوها هي وامها وما بعرف. انا ما عندي، انا قضيتي في انه لما تجيب لي حاجه جيب لي شهادتك امام الله انه حاصله لشخصيه انت بتعرفها معرفه مباشره، وما شخصيه مغذيين عليك الكيزان. ما هو الكيزان ممكن يجيبوا لك 10 بنات، ممكن يجيبوا لك 15 بنت، ممكن يجيبوا لك 100 بنت، اي وحده تحلف قسم قدام الناس انه هي اغتصبوها. اي وحده لو في محكمه جد المفروض يقول لها مش اغتصبوك، نمشي نعمل اسي الان فحص طبي عشان نشوف انه الاغتصاب ده ذاته. الاغتصاب ده بيجيبه من 6 شهور، بيجرها جره واحده يحدد فيها مباشره. طيب بتقول لي مثلا انا والله شفت لي فيديو زي شافوه الناس كلهم بدايه المعارك، زول من عماره بعيده ومصور له زول كده يعني في وضعيه من بعيد، يعني انت بس شايف بس زول بيتحرك ما قادر تقيم. زي ده في القانون ذاته. شفت القانون اللي بيحاكموا بيه والناس ما في قانون بيمسك على ادله زي دي. جيب لي الزول ده وريني الحاصل عليه وشنو كذا كذا. ما دام انت قدرت تصورهم يبقى بالامكان بنت الناس دي تشوفها مرقت باي شارع بعد ما طلعت منهم، تقيف معاها تشيل بيانات تشيل شنو عشان تساعدها عشان تعمل اي حاجه. يبقى من فوق وانت داير تقول لي هنا لا، ده كلام غير مقبول تماما. والكيزان ما في اسوأ منهم في جرائم. يعني الليله الكيزان دي لو جينا نحصي الجرائم بتاعتهم من 89، انا بقول لك عميد في الجيش، طلع في تلفزيون السودان وامشي احضر اكتب في اليوتيوب عميد في الجيش لانه ما كوز، دايرين يشيلوه من محله ورفض قال انا ما بمشي لانه انا ما كوز. يغتصبوا عميد في الجيش، فما بالك بانه يغتصبوا مسكين، يغتصبوا شنو. طيب فانا ما عندي مشكله يا الحبيب اذا كان الاسم هو مشى، لكن اذا كان انت عندك حاجه حقيقيه هندي حاصله قدامك انت شفتها ولا زوله انت بتعرفها بشكل مباشر، ابرئ الذمه امام الله ويتكلم عن انه انت شفتها. اما عن انه سمعت ما ضربت لك امك قالت لك بنت فلان دي هسه قدام بيتنا اغتصبوها، هنا انا اصدقك. ما ضربت لك كده، لقيته ملفوح في حته صح وشيلته. طيب بيقولوا هيا يا شباب يلا عشان الناس ما تنسى، اي زول شيل يدك الان، شيل يدك وانت بتحضرنا الان، شيل يدك، اضغط على الشاشه، اضغط على القلب ده، خليه الكيزان ده يتأذوا من شكل القلب الجايين. اي زول ما داعم للحرب دي وداعم للسلام خليه يقوم يعمل العمليه دي. شيل يدك، اضغط على القلب ما لايك، القلب الاحمر ده اضغطه ليه؟ لانه القلب ده واحد بيساعدنا في انه نحمي اللايف من الضرب بتاع الكيزان. الحاجه الثانيه القلب ده وصل الرساله لاكبر عدد من الناس.
فلذلك نحن محتاجين انه يلا الاسئله باب الاسئله مفتوح يا شباب. اللي عنده سؤال وعنده حاجه وعنده كده يا جماعه اكتبوا اي سؤال عندك، اي شيء عندك الان اساله وخلي الناس تستفيد. فانا بحب جدا لما اجي ادخل لايف والناس بتسال مثلا، او الناس بتغالطك في حاجه بصوره بتاعت انه داير كده او كده، دي كده بيستفيد منها الزول المشاهد. لكن لما تخش مثلا هسي تقدر تحضر حاجه تلقاه زول مثلا هو يعني ربع متعلم كده ويجي يقول لك من هناك بس شتم ونبس، ما بتأذي زول وما في زول بيستفيد منك. دايرين حاجات فيها استفاده حقيقيه. طيب بيقول لي نبذه عن فلان الفلاني ده كان واحد من الشباب اللي كانوا معانا في الثوره، لكن غير كده انا تاني ما عندي حاجه اقدر اقولها. وصديق يعني كان صديق شخصي بالنسبه لي، بس انا غير كده ما عندي حاجه. كان قبل سقوط البشير برضه، دي حاجه ايجابيه يعني. بس انا اكتر من كده وانا ما قاعد احضر والله، يعني ما قاعد احضر للناس، ما قاعد احضر لكده، ما قاعد احضر لكده. برنامجي معين يعني، وترتيبي لافكاري لحاجاتي معينه، لذلك ما عندي عنه اي خلفيه. طيب واحد بيقول لي وانا كنت في تشاد سنه 2017، كانت معانا كتيبه كامله من تشاد ونحن مشينا استقبلنا حتى وصولهم درمان، وانا استقبلت سنه 2000. انت بتحكي عن قصه قديمه؟ لا انا بتكلم لك عن المعركه دي، انا بتكلم لك عن المعركه الان في الخرطوم. ما هسي الكيزان قادين راسنا، يعني الاغتصابات دي لما كانت في دارفور الكيزان ما بيتكلموا. لما كانت في دارفور ما كانت باسم الدعم السريع، كانت بالاسم الاول ايام حرس الحدود وايام الجنجويد 2003. اما هسي الموجوده دي اسمها قوات الدعم السريع. انا داير في معركه الخرطوم، الان الحرب من يوم 15. جيب لي دليل انه في حاله بتاعت اغتصاب، وما تعتمد لي على المنظمات. انا المنظمات ما شايله في حساباتي، يعتمد لي على ارض الواقع. زي ما بديك معلومات من ارض الواقع، اثبت لي بس النقطه دي. ما هتقول لي كده ولا كده، قول لي يا اخي كذا 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 كذا. اما حاجه 2016 2017 2000 وشنو حصلت في دارفور، حصلت في تشاد، حصلت في كده، دي انا يعني ما شامله في الموضوع اللي انا قاعد اقوله. ممكن يكون احداثك كلها صحيحه، ما عندي يعني ما عندي معلومه عنها يعني. طيب يا شباب يلا نضغط على الجروب وخليكم طوالي معانا يا جماعه. بيجي زول بيسال له سؤال كده صاروخ، بيمرق مجموعه من المعلومات مثلا اللي الواحد فاتت عليه سقطت عليه وكده. اللايف مما يكون طويل احضروه لانه ممكن يفيدنا. طيب يلا يا شباب. طيب بيقول الاجراء المتوقع بعد رفض البرهان الذهاب الى جده. والله في الحاله دي طبعا حتستمر الحرب، يعني حتستمر الحرب دي وحتسقط الوحدات العسكريه واحده ورا واحده واحده ورا واحده. وبعد ما ينتهوا من المناطق العسكريه الوحدات العسكريه، بعد بكون الاتجاه للولايات القريبه ثم القريبه ثم القريبه ثم القريبه، يبقى معناها توسع في الرقعه بتاعت الحرب، وده ما دايره العالم كله. لكن انا زي ما قلت لك هو ما فارق مع الدعم السريع حاجه، اصله ما فارق مع الدعم السريع حاجه. هسه عبد الرحيم دقلو مشى قبل، قلت للناس في اللايف شاهدونا من البدايه، قلت لهم عبد الرحيم دقلو ده ركب الطياره بتاعته مشى مرتين نيروبي وبيجي راجع، وهسه موجود في السودان، وبكره تاني راجع ماشي الدوله الجليله وماشي وجاي. المهم يعني قاعد يقوم في اطار خدمته لمؤسسته، شغال عادي. ودين هنا ده لا مفهمينك انه يا زول تاني ما في زول بيمشي وبيجي. انا مصنفيني عدو عديل. وبطلع بجي وبمش وقت ما داير اجي، وقت ما داير امش، وقت ما من زمانهم الكيزان ديل كانوا ماسكين السلطه. هسه احمد الضي هم شايفينه عدو. احمد الضي هسه يعني قاعد برا السودان عادي جدا جدا، مع انه كان بيطلع حتى في الشارع ذاته، يعني كان بيطلع مع السلاح ومع كده ومع كده. فما في يعني انت اذا ما ارتضيت بالواقع ده، كل يوم حتمشي من جرف الى دحديره، كل يوم انت بتغذي نفسك بمعلومات خاطئه. يلا دي كلها يا صديقي العزيز ما بترجعك بيتكم، ما بترجعك بيتكم. نحن دايرين نرجع كلنا بيوتنا، دايرين الحرب دي تقيف. الكوز مصلحته انه الحرب دي ما تقيف، لانه الحرب دي كانوا يفوت تاني على كرتي يدقها وين، وشاروا له ضباطه كلهم اللي في الجيش. تاني هاي يسوي شنو؟ يقبل وين يمشي وين. طيب المانع شنو؟ حسم المعركه في الخرطوم قوه. شوف دايره بصراحه ولا هزار؟ دار تسمع كلام عاطفه ولا كلام عقل؟ قوه كده. الدعم السريع ده كقوه كده، قوه عسكريه رجاله كده لا يمكن مجابهته. يعني الخرطوم دي انساه خلاص، شيلها من حساباتك تماما شيلها من حساباتك. ما في قوه اظن تاني تقدر في افريقيا دي كلها تقدر تشيل الدعم السريع ده برا، يعني اللهم الا كده بس من ربنا سبحانه وتعالى. كقوه من منطق القوه ومن منطق العسكريه انت ما بتقدر تشيله. دي حاجات ما فيها مجامله صراحه، دي حدود امكانيات قواتك المسلحه. انت ما تقدر تصدق يوم داير تقتل قواتك المسلحه وكانما هي عدو بالنسبه لك. كل يوم يقول لك القوات المسلحه دي حدود امكانياتها يا صديقي، ما تضغط عليها اكثر من اللازم.
ناس الجيش ما بيقدروا يطلعوا يقولوا لك يا اخي نحن كده، لانه دي تربيه الجيش. الجيش ما بيقبل انه ينكسر في اي لحظه، لو باقي له جندي واحد ما بيقدر يتكسر. وهنا هم الكيزان ساقوا الحته دي، يبقى ما في حسم عسكري، يبقى ما في حسم عسكري. هزيمه للجيش السوداني للاسف الشديد، هزيمه نكراء للجيش السوداني. دي حقيقه قولوا لاي زول ما دار يصدقها طبعا ما تجتهد معاه على الاطلاق في انه يصدق لك ولا ما يصدق لك. خلي بس الزمن قبل الحرب دي كنت بقول يا اخواننا المذكرين يا جماعه، المركب لو ما دق القيف ما بقيف، ما تعملوا الحرب يا اسلاميين حتنتهوا. المركب لو ما دق القيف ما بقيف يا ناس. ستوب، دي مراقبه سياسيه يا ناس، ستوب، دي مراقبه سياسيه، مراقبه سياسيه. هسه طاحوا بالكيزان للابد، ثاني ما بتقول لهم قائمه في السودان. طيب قال لي اثبتت لي انك جنجويدي، ما في اي مشكله، بالعكس هوي في فريق. انت لما تقول جنجويدي دي تمام، انت هنا ما قاصد بها الدعم السريع. انت اي زول هو مثلا من العطاوه من كده من كده انت بتفتكر انه ده جنجويدي. فذلك اذا انت شايف كده، لا معناه انا مرتاح جدا جدا ومتسامح جدا ومتصالح، بس الحمد لله انه ما كوز، بس الحمد لله انه ما كوز. طيب بيقول لي الدعم السريع انتهى والله، لو ما صدق اتصل. معناه واضح انه كوز، معناه واضح انه كوز. يا اخي ما يغشوك الناس. انتهى كيف؟ بفهم شنو هو انتهى. طيب وقت انتهى، وقت انتهى ما تمشي تشيله في دقيقه يا اخي. هو مش انتهى، مش هو انتهى. امشي شيل الدعم السريع ده برا. قال يا مصعب الدعم السريع ده انتهى. ذكرتني واحد جارنا في الحاج يوسف، كل يوم الصباح بيجي يقول لي، والكلام ده من تاني شهر، بيجي يقول لي يا مصعب الدعم السريع ده الليله والله انتهى. قلت له ابدا ما انتهى يا حبيبنا، ابدا ما انتهى، ابدا ما انتهى، ما انتهى. هسه هو بيجي يقول يكتب في صفحته ويقول والله الدعم السريع فعلا انتهى. اقصد القوات المسلحه هي الكيزان اللي فيها انتهوا، وما عارف وما عارف وما عارف وما عارف. فانت لو بتقول كده، لو بتقول هو انتهى انتهى، انت بتزيد مدى الحرب، لانه انت جوا نفسك عارف انه عسكريا ما بتقدر تشيله. انت هسه بتقدر تشيله، انت هسه اللي بتتكلم معي ده عسكريا، يشهد الله عسكريا يعني، معلش في ناس فاقدين لنا ممكن يكون فيهم، لكن عسكريا بتقدر تمحي الدعم السريع ده من الوجود؟ ما بتقدر تمحيه، صح ولا لا؟ يبقى كيف؟ طيب مصعب انت قريت في ود السايح صح؟ ابدا والله. المدرسه الثانويه محمد حسين الثانويه بحري دي قلت لك لما قلت الحاج يوسف دي مشيت لها وقت الحرب فقط يعني. مدرسه محمد حسين الثانويه والاشلاق الدفاع الجوي. يلا يا شباب الاسئله الشخصيه يا ريت نترفع عنها، دايرين حاجه كده ممكن الناس تقدر تستفيد منها. طيب برضه نواصل كده يا جماعه. الناس تكتب، الزول اللي عنده سؤال، اللي عنده حاجه، اللي عنده قيمه ممكن يعني يضيفها للناس اللي هم قاعدين يشاهدوا، اللي عنده هناي يا ريت. ويا ريت بس اي زول قاعد معانا في اللحظه دي زي ما قلت يلا طوالي على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب. اي والله يا الحبيب تاني ما في غير انه الكلام الصح صح. ما انا كمان زي ما قلت لك يعني لا يمكن انه رسالتي بتاعت التوعيه دي كلها تبقى كمان هي يعني مثلا اقعد اقدر الناس، لا الناس ديل كده المعلومه شويه كده اقول لهم بالراحه، ما اقول لهم بالراحه كده. انا الملكيه ديل لو خليتهم الكيزان ديل يعني الملكيه ديل لو خليتهم بينتهوا لي من حاجه اسمها قوات مسلحه. انا كمواطن فقط، انا كمواطن مصعب، القوات المسلحه دي قاعده تشيل من يعني بتشيل من قروشي انا ذاتي كمواطن قاعد اديها، مش على شكل ضريبه مارك برا السودان قريت سويت ما بعرف، المهم في قيمه انت قاعد تدفعها، ركبت المواصلات دي في قيمه. يبقى انا شايف انه القوات المسلحه دي الملكيه ديل قاعدين يدمروها. الملكيه الكيزان الموجودين داخل القوات المسلحه ديل الضباط قلت لك المفاصل ديل اللي هو ضابط تلقاه عميد يكون قايد كتيبه وليوه يكون قايد ليوه كامل، الليوه ده تعليماته تجيه من علي كرتي من زول ملكي. دي ما بتقبلها يا نادر، ما بتقبلها. مش نادر مرزوق حبابك ود الاشلاق ما بتقبلها والله حبابك، والتحيه لاولاد السلك. دي زول ود سلك حقيقي ما بيقبلها. انت عارف كويس كده ناسك امسكهم في حلتنا ديل ذاتهم بس على مستوى اشلاق بانت ده. الضباط اللي هم موجودين، انت عارف الضباط اللي بيقودوا في العمليات واللي الان موجودين في الخطوط الاماميه هم ناس عباره عن كيزان، والان هم غايدين العمليات العسكريه اللي موجوده وبيتلقوا تعليماتهم من ناس علي كرتي. ومعظم الناس عارفه انه الاجتماعات كان عمر البشير بيجي لمنكن في الاشلاقات وفي الافطارات وفي كده. علي عثمان محمد طه الترابي كان بيحيي ليالي الجهاد وبيحيي عرس الشهيد وشنو في ذات اسماء الضباط اللي هسه غايدين متحركات واللي غايدين الحملات في الجروبات بتاعت اولاد الجيش واولاد كده، انه نحن دايرين نسوي كده وانه كده المساله هي جيش. الناس عارفين الكوز، عارفين الكوز يعني حتغوش على منو يعني.
طيب انت كنت محترم بس رجعت لاصلك، الله يجزاك الف خير يا الحبيبي يا اخي، الله يجزاك الف خير. نحن في النهايه بنحترم الناس كلهم الا لو بقيت ماكوز، فانت لو ماكوز بطقك والله بالجزمه دي والله تاني ما تجي داخل على الله. اما الناس المحترمين فهم احبابي ومكانهم الطبيعي الراس، يعني لا شيء غير الراس. طيب كسار جبور بيقول جاهزيه فجر وعشيه، مرحب بك والله. انا لحظه يا مصعب انه في يوم الحرب بدت اكثر الناس من الغرب واقفه مع الدعم، طبعا دي من حقهم وهم احرار، كمان ناس الشمال واقفين مع الجيش. يا مصعب انا اقدر من 10 سنوات ما اعرف شنو، لا المساله القبليه دي انا هنا ما بقبلها، يا ما تقول لي ناس الشمال واقفين مع الجيش ولا ناس الغرب، نحن كلنا حاجه واحده، شمال غرب جنوب. بس لو الناس فهمت التوعيه البسيطه دي، ادت عقوله بس دقيقه واحده لتوعيه بسيطه ولكلام صادق ممكن يجيك، نحن ممكن نحسم المساله بتاعت انه اولاد غرب يقفوا مع الدعم واولاد شمال يقفوا مع كده. لا نحن دايرين الصح، نحن دايرين الصح. وصل البلد دي كده منو؟ وصلنا نحن للمرحله دي كده منو؟ هنا هسي منو؟ ليه هسي انت ما قاعد تسال نفسك انه هسي نحن طموحنا واحلامنا يعني مثلا بس يا دوبك سرقوا عربيتنا، سرقوا كده. لو كان الكيزان ديل هم اللي قعدوا 30 سنه وبخيرات السودان، خيرات السودان دي انا قاعد اقول دائما وابدا يا اخواننا، دي قاعد اقولها من زمان، انه البترول السعوديه بتصدر في اليوم 15 مليون برميل، 15 مليون برميل من البترول. طيب عشان يطلعوا البترول السعودي ده، الضامن للبترول السعودي كان مشروع الجزيره الهسي انت شايفه ده. مشروع الجزيره ده كان الضمان البنكي عشان يطلع البترول للسعوديه. يعني معناه نحن كنا قوه اقتصاديه مهوله. عارف الكيزان اول ما جو شنو؟ قالوا انسان الجزيره ده انسان ما عارف شيوعي وانسان شنو ونحاربه. وقفوا لك كسروا المصنع ده من حده لحده يتدمر. يعني انت تاني عشان تجي تقوم اللي هو المشروع ده زي اول، انت محتاج لاكثر من 15 مليار دولار، بينما كان جاهز. خطوط السكه حديد برضه اتدمرت. يا صديقي الفاضل هل تصدق انه في يوم من الايام نحن كنا بنصنع لبن بودره في غرب السودان؟ لبن بودره كان بيصنع من غرب السودان، لبن بودره كان نحن اللي بنصدره في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. طيب الاسلاميين ديل جو لقوا البلد عامله كده بدل وطلع البترول في عهدهم. يعني اذا كان اشتغلوا بس للسودان، اشتغلوا للسودان وقامت حرب، صدقني كان اول شيء يكون عندك جيش مجهز تجهيز صحيح، واصلا كان محتاج انه يجيك الشكل ده من داخل الجيش، لانه كان من البدايه اسست الدعم السريع داخلك انت من البدايه وكونت تكوين صحيح. كان الان ما سرقوا منك عربيه، كان الان بالامكان افضل بكثير جدا مما كان. طيب مسكونا الفتره دي كلها ودمروا السودان واذوا السودان وخربوا السودان، وتاني دايرين يرجعوا للسودان. لا او قوموا حربوا، لا ما دايرين يوقفوها. اذيه اكثر من كده تاني تجيك كيف؟ اتبلوا بس تاني ما عندنا لا يمشي. يا مصعب والله انا من مؤيدي الحكم الفيدرالي، وهو الافضل والاحسن. رايك شنو؟ ممتاز معاك طوال انه يحكم، يعني انه الحكم يكون ذاتي للمنطقه ذاتها. ده بيحصل تنافس والله يخلي بلدك دي تصل مراحل ما تتخيلها، لانه هو ما داير يقعد يتكلم معاك عن نظام الحكم اللي حيكون ولا عن الطريقه ولا عن المشروع الوطني الغايب. نحن هسه ماشيين بدون مشروع وطني، بدون فكره، بدون كده. زمان عندي كلام قاعد اقوله ثابت، والله الليله رجعتونا لزمان جد. بقول يا اخواننا هسه الزول مسافر من هنا ماشي الابيض، طيب من الخرطوم هو ماشي الابيض، بيكون عارف نفسه انه هو ماشي الابيض، يبقى الصباح بيطلع بيمشي الموقف بيفطر في الربق مثلا ولا كده، بيخش الابيض الساعه 2 خلاص بيمشي الابيض البيت اللي هو ماشيه وكده. عنده برنامج، عنده خطه، عنده هدف. تعال اوريك 2000 الخطه بتاعت 2030 بتاعت المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه شافت انه المفترض بعد ذلك تتقدم وتمشي لقدام. دي الشباب اللي في السعوديه بكون بيعرفوها اكثر حاجه، انا والسودانيين هناك. قالوا خلاص نحن نمشي نعمل خطه ممتازه. قاموا عملوا خطه انه البلد دي سنه 2030 ثاني ما تحتاج للبترول. يعني هسه بعد 7 سنوات ثاني ما محتاجه للبترول، بترول في ما في خلاص. يعني نحن بعد ده تخطيطنا كان استراتيجي. جابوا خبراء من جميع المناطق، جابوا ناس هم من امريكا، من شنو 500 زول يعني اقتصادي فاهم بروف وتحت وكده. جابوهم خدتهم في المنطقه بتاعت السفارات، حي السفارات هناك جنب حي السفارات غرب الرياض، بعد وادي لبن، او هو بجاي وادي لبن بهناك الناس اللي بيتذكروا يعني. فالمهم يا زول قعدوا يشتغلوا لك الشغل كويس جدا جدا وطلعوا رؤيه. الرؤيه دي وضعوها ب 1 2 3 4 5 6 7.
أهبق المواطن السعودي داير يشوف الرؤية بالرقم بتاعه بس، الزول المتابع فيه بالرقم بتاعه بس، الرقم بتاع بطاقة العائلة أو كرت العائلة أو شنو بالرقم، ومعاه الباص برضه بكون مرسل له حاجة معينة في الإيميل. بيدخل بيشوف الخطة دي مشت وين. الليلة الخطة دي والله عملت كذا وحققت كذا 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 كذا، بعد شهر حققت كذا، بعد سنتين حققت كذا، بعد كذا. بإمكان المواطن إنه يتعرف على الحاجات دي. شوف العالم ده قاعد يمشي كيف، شوف الدول من حولنا قاعدة تمشي كيف. نحن لحد الان لا عارفين برنامج زي ده، لا عارفين مشروع زي ده، بس انا والله شالوا لي قروشي، انا والله اي حقك انا ما عندي مشكله، بس انا بتكلم عن انه يا اخي في حاجات ممكن تخلينا انه نحن ذاتنا عقليتنا تترفع عن الاشياء اللي زي كده. يعني بدل ما يكون انا سرقوا مني عربيه كان بامكاني بوضع السودان ده انه يكون عندي 10 عربات وما تتسرق فيهم ولا واحده. يلا انا بقول لك هو الحصل حصل والخطا خطا. نحاكم الناس الاخطاوا على كده، نوقف الحرب دي لحد هنا في اتفاقيه بتاعت جده يعوضونا حاجاتنا اللي اتسرقت، ونقعد كلنا مع بعض نبني السودان ده من جديد. العساكر ديل كلهم نوديهم للسكنات كلهم يمشوا هناك، ونقعد تجي حكومه مدنيه متفق عليها، نكون شلنا السرطان بتاع الحركه الاسلاميه من عندنا. يجونا ما مشكله، لكن يجوك بشنو؟ يجوك بجيل جديد، جيل ما عنده التطرف وما عنده البلا اللي قاعد يسوي فيه. ما انت كل يوم كده السودان ده مش كلامي ده هسي كده يمكن انه نحن نتجاوزه في اسبوع واحد، تتم الاتفاقيه دي والناس يتفقوا وبعد ذاك يشوفوا اجراءات الدمج والمسائل دي وكده. مش ممكن. طيب ممكن زي كلامي ده يكون الان ما مسموع مع الضربات ومع الحماس بتاع الناس وانا سرقوا مني وشالوا مني وكده. يلا حنجي للكلام ده بعد 30 سنه من نهايه الحرب الاهليه في السودان، بعد 30 سنه 20 سنه من نهايه الحرب الاهليه في السودان، يا دوب حنجي عشان نبدا السودان، عشان نبدا الخطوه الاولى. طيب كان بالامكان قبل بدايه الحرب او في اللحظه دي، بس في اللحظه دي يلا نبدا بدايه سليمه، نبدا تدرج سليم، نتجرد من الاشياء الشخصيه الذاتيه. بس حاجتي بس انا حاجتي. طيب حاجتك دي عشان شالوها انت اجلت الصراع اكثر. طيب في زول في شندي ما شالوا حاجته، في زول في الجزيره ما شالوا حاجته، في زول في بورسودان ما شالوا حاجته. بكره حيشيلوها اذا الحرب دي اتمددت. لو ما شالوها هسي بكره بعد شهر ما هي حرب خلاص مفتوحه. انت ما بتعرف اللي بيحصل فيها شنو. وللاسف الشديد هنا بذكر المناطق دي تحديدا، المناطق يا جماعه اللي جوا لها الناس، والله يا جماعه في ناس ما عندهم اخلاق. الناس بتاعين الايجار يا جماعه، الناس المؤجرين في بورسودان والناس المؤجرين في بعض الولايات يعتبروا انه الحرب دي موسم سياحي بالنسبه لهم. زمان تلقى الواحد شقته قاعده 100 سنه، لو جو اجروها منه بيأجروها منه ب 150,000 ده كان كثيره 200,000، هسه يأجرها ب 2 مليار. يا ظالم ليك يوم ربنا ان شاء الله يا رب العالمين ينتقم منكم لانه المواطن ده جاكم نازح. وكيف ربنا ذاته ما يعمل فينا كده اذا كانت دي اخلاقنا نحن عامله كده؟ يعني كيف هسي يجي نفس الشخص ده يقول لك قال والله يا اخي ذاته شفت الحرب دي ما كيف ربنا ذاته ما يجيب لنا حرب وانت بتاكل من حق الناس وما يسمحوا لك، بالذات ناس بورسودان ما يسمحوا لك تتاخر ساعه من الزمن. ان اتاخرتها والله ممكن يطردوك في الشارع. والله خيبه للمؤجرين فقط، انا لا اعني المواطنين العاديين. انا بعد وفي من الناس الطيبين حتى في المؤجرين، لكن الكتله الكبيره الرسائل دي هسي لو انا فتحتها عليكم هنا بالتلفون الثاني ده وجيت عشان احكي لكم عن واقع الكلام اللي قاعد يترسل لنا من ناس مواطنين طلعوا خلوا بيتهم واموالهم اتسرقت وحاجاتهم اتسرقت، تمشي تلقى هناك واحد انت مؤجر منه قبل ما ينتهي الايجار يجي يدق لك باب البيت وممكن يهينك ويسمعك كلمه. والله يا جماعه الحته بتاعت الحرب دي والحته بتاعت النزوح فيها ذله ما انزل الله بها من سلطان، لكن الجمره دي الا الزول في جغه حتى يحس بها. نحن هسه كلنا قاعدين نسمع ديل. انا جربت احساس النزوح ونزحته على الاقل بس من منطقه لمنطقه، يعني اللي من بحري في بحري من بحري لبحري نفسها، لكن فعلا احساس صعب، يعني احساس صعب. قادر انا اقدر للناس انه احساس الحاجه دي عامل كيف، لكن والله صدقوني انه ربنا هو اللي حينتقم منكم، وانتوا اللي الحرب ربما تجيكم في الفتره الجايه ولحظتها حتقولوا يا ريت لو ما كنا عملنا كده، لانه في حاجه اسمها الكارما لابد من انه تجي عليك. الشيء انت عملته ده لابد من انه ينعكس عليك في يوم من الايام. لابد شلت ايجار من زول بشكل عالي بشكل كده مخيف بشكل، الغريبه كلهم متحدين على انه يشيلوا الشيء ده، بينعكس عليك. يوم حتتنزح ويوم حتمشي، ممكن يوم تدفعها في علاجك، ممكن القروش اللي انت شلتها منه دي حتدفعها في علاجك، وان شاء الله تدفعها في علاجك.
ان شاء الله تدفعها كلها في علاجك انت في شخصك ما في اهلك. انا شاكر لكم جدا يا شباب ان شاء الله، ونتلاقى بكره باذن الله في لايف بكره يمكن جرينا. لكن قبل ما امش حابب اي زول بس بيسمعنا الان العدد الموجود ده اضغط على الشاشه، اضغط على الشاشه الان بقلب، اضغط على الشاشه الان بقلب، يلا قلب زائد قلب زائد قلب زائد قلب، قلب زائد قلب زائد قلب زائد قلب، يلا. واللي بيقدر يعمل مشاركه يعمل مشاركه. نلتقيكم بكره ان شاء الله في جرعات بتاعت وعي حتكون مكثفه ان شاء الله، حنناقش فيها العديد من الاشياء زي ما ناقشنا بدايه اللايف الاوضاع اللي موجوده الميدانيه، وجزء من السياسي والجزء الاخر اجتماعي. لابد من انه المجتمع ده يعني في فهمي البسيط جدا وانتم اعلم مني، لابد من انه نطلع من النفق اللي احنا فيه. انا شاكر لكم جدا، في امان الله.